واحد الباديه بعيده على المدينه، محسوبه 30 كيلومتر لانها تحسبت في وقت ارتكاب الجريمه. باديه جات بعيده، اقرب فيلاج ليلى بعيد كيلومترات، بمعنى جات عاليه وجات في واحد الجبل. العدد السكان اللي فيها 13 الاسر معروفين، شي كيعرف شي، ناس دراوش فلاحه، ما يضربوا ما يهربوا ما يقدوا على فتنه، وكل واحد عنده ولادو وما عمرو وقع شي مشكل. رقم 14 فيهم هو الفقي، عندهم واحد الجامع قديمه كانت يمكن دار ورجعوها جامع وجابوا الفقي وسكنوه تما، هو الساكن رقم 14 اللي هو براني عليهم. كانوا بزاف السكان هنايا، ولكن هاد الباديه كانت مكرفصه بزاف. هاد الباديه كان فيها تماره، بزاف د الناس هجروها. بينهم وبين هاد السكان اللي بقاو، شي رد على شي وهزوا الباكاج ديالهم، شي طلع للمدينه، شي هبط للفيلاجات، شي مشى لمدينه اخرى، وبقاو هاد 13 اللي ما عندهمش القدره والقوه باش يمشيو لشي بلاصه وبقاو هنا. فيلاج او باديه عفوا كانت كتعاني في الشتاء. باديه كانت كطيح عليها الضبابه بزاف لانها جات عاليه، وهذا الضبابه كان هو السحاب. مادام هي جات عاليه، شتي السحاب دائما بعض المرات كنشوفوه فوق الجبل، هذه واحده من ديك البوادي اللي جاو في الجبل والسحاب كيهود عليهم. كيعانيو في الشتاء لان الماء كيهبط لهم ديك الشيء اللي عندهم، والضبابه كيكون البرد. هذه باديه ديما فازكه، الشتوى كامله ما عمرها كتنشف. اذا وقع في الشتاء طيح الضبابه، حيت الضبابه يطيح الشتاء. السكان المعيشه ديالهم غير من داكشي اللي كتعطيهم الارض والكسيبه اللي عندهم. كانوا هذا البرد اللي كيقاسي منه، ما عندهم لا غاز ولا ضوء ولا ماء. هذيك الغابه اللي بعيده عليهم 350 كيلومتر محسوبه. كانوا كيمشيو كيقطعوا الحطب باش كيجيو كيستعملوه من الفران باش يطيبوا الخبز، وكيستعملوه من الكانون باش كيطيبوا به، وكيستعملوا باش يعملوا التدفئه باش يسخنوا، لان كان كما قلت لكم البروده بزاف. اما الضوء عندهم هاب الشمع ولا ديك الكانكي، اللمبات ديك القدام اللي كيمشي بالغاز، كان كيتباع بالماء بحال الماء. الماء الصالح للشرب كانوا كيقصدوا واحد السبيله اللي جا شي واحد وعمل فيهم الخير، كان تما شي عين كيخرج الماء وعمل لهم الطوبوس والقوادس وكذا، وعمل لهم واحد السبيله. هاد السبيله جات ما بين الباديه والغابه، جات في الوسط، مكسف عليها وكذا، بالروبيني ديالها بالمسائل ديالها كاملين كيجيو لهنا كيسقيو الماء باش يشربوا. اذا هاد السكان كيمشيو للغابه على جوج حاجات: كيمشيو باش يجيبوا الحطب، وكيمشيو بعض منهم ماشي كاملين باش يرعاو، يعني عندهم الكسيبه. وكاين بعض من السكان عندهم الكسيبه ديالهم متلوقه في وسط الغابه، كيرجعوهم شي كاع تما، كيبقاو تما كينعسوا تما، كياكلوا تما، كيشربوا وتما كيولدوا، ولكن محسوبين ومعروفين، هذه فلان وهذه فلانه وهذه فلان وهذه فلانه، وما عمرهم وقع لهم ماشي مشكل. هاد الغابه ملي كتكون طالع عليها كتبان لك موازيه، ها هي مستقيمه قبلتك. من موراها كاين جبل اخر اللي ما فيه لا غابه لا حتى حاجه، هذاك هو اعلى قمه كاين تما، ولكن كاين واحد المسافه طويله خصك تمشي في وسط الغابه باش توصل لديك الجبل. ملي كتكون في الباديه كما قلت لكم كتشوف هذه الغابه، وعلى اليمين كاين واحد الطرف خارج حتى هو الغابه مشروك معها، غير هو جا موازي من هاد الغابه هذه، اللي تما يشوف هنا واللي هنا يشوف تما. البلاصه اللي كانوا كيقصدوها الناس اللي كيرعاو هي هاد الغابه هذه، حتى هذه كيرعاو فيها، ولكن الغالبيه اللي كيرعى اللي كيدير الكسيبه ديالو وكيردها كانوا كيقصدوا هاد الغابه هذه. كانوا هاد الناس كيجوزوا السيمانه كامله الحطب ويجريوا الفلاحه وكذا وكذا،
وكيكافحوا على المعيشه. راه حتى واحد ما كيهبط من الفيلاج او يمشي لشي بلاصه الا اذا هبط شي نعناع، شي كرفس، شي معدنوس، شي خاص، شي لفت، شي جعده، عندهم غروسه كيجمعوا كيهبطوا للفيلاج وخصو طريق يضرب. اذا هاد الناس هادو مادام هما كيضربوا الطرقان وكيضربوا المسافات والبيستات واعرين، كانوا كيستعملوا البهايم. شنو هما البهايم؟ كانوا كيستعملوا البغوله. اذا اخر عنده البغال كينزل فوق منه داك الشيء كذا وكيهود من الفيلاج كيبيع داك الشيء وكيطلع. ما عندهم حانوت هنا، ما عندهم قهوه، ما عندهم سوق، ما عندهم حتى حاجه. السكر اذا احتاجو خصو يمشي 6 ولا 7 الكيلومتر، عاود خصو يركب على البغال ويمشي ويجيب سيمانه كامله الا الجمعه. كان عندهم سبحان الله العظيم بحال نهار الراحه، ما كيرعوا فيه، ما كيخرجوا فيه، ما كيجيبوا حطب، ما كيعملوا حتى حاجه. كان عندهم هذا النهار العباده. هذاك الفقيه كان كيرشدهم وكذا، ومع كيصليوا الجمعه كيعطيهم الدروس وكذا. ولفوا على انهم الجمعه ما كيخرج حتى شي واحد الا اذا شي واحد احتاج شي حطاب او الماء ضروري، ما يمكنش يمشيوش موراه. هنا سيدي قلت لكم كاينه 13 د الاسر. من بين هاد الاسر كاينه واحد الاسره، ركز معايا. هاد الاسره هذه مكونه من الاب، السميه ديالو عبد السلام، في العمر ديالو 51 52 عام، راجل عيان مريض بزاف وطريح الفراش، واذا جيتي تشوفو تقول عنده 80 عام. هلكاتو تماره، هلكو المرض وهلكو الفقر، كان طريح الفراش وقت ارتكاب الجريمه. الام السميه ديالها اسيه، في العمر ديالها 45 عام، بنت البلاد، راه بحال راجله ولد البلاد. اسيه في العمر ديالها 45، اذا شفتيها تقول عندها 70. بتمارات الباديه، الفيق بكري والسقي والكسيبه والحطب، كانت مكرفصه بزاف. عندهم 3 د ولادهم. عندهم عزيز هو الكبير اللي ما يضرب ما يهرب ما يقد على فتنه، الهدف ديالو هو ديك المعيشه والارض اللي كتعطي ويبيع ويشري وكذا وكذا، ودرويش وبوهالي باش يعاون باه في المرض ديالو في الدواء ديالو وفي المعيشه. وخاه محمد بحالو متفقين ومتفاهمين، كيمشيو لهنا ويغرسوا ويجبدوا كذا ويهودوا ديك الفيلاج، عندهم البهيمات ديالهم كيمشيو وكيجيو. عندهم واحد اختهم السميه ديالها مريم وقت ارتكاب هذه الجريمه كان في العمر ديالها 20 عام. مريم كانت بنت كانت طويله، كانت صحيحه، كانت مقبوله، ماشي نقولوا جميله او كانت مقبوله، كان في واحد القبول كبير. كانت كتعاون يماها في الشغل بالدار والشقا وديك الشيء، الطياب والدعجن الفران شعال عدل كذا. ولكن كانت هذه البنت كانت كتميل لباها بزاف لانه كان مريض. بنت من الباديه ما كتعرف والو، حتى القرايه ما قراتش. باها كان في واحد الوقت يعني قبل من ارتكاب هذه الجريمه واحد العام او عام ونص، كان الحريق اللي كيجي والغيبوبه اللي كانت كدواليه، كان دابا ساعه طالعين به للمدينه السبيطار، كيهبطوا كيجرون للفيلاج ويطلعوا 207. ما كاينش بولانسيا، فين غتجبر بولانسيا كاع ما تجوز، مول 207 وصافي غيحن فيهم كيطلع كيهبطوه وكيطلعوه للسبيطار. هذيك يماهم كانت كتمشي معاهم، ولكن كانت مرا مهلوكه بزاف وكتبقى حاضيه الدار وتبقى الولاد وكذا. كانت كتمشي مع باها في الحمايه مول 207 لان كيعرفوا وناس دراوش وكذا، تمشي معاه للسبيطار وتوقف معاه وتبقى معاه حتى يداوي واحد يعملوا داكشي اللي غيعملوه وترجع. وكانت بنت مرضيه، كانت بزاف. بنت كانت عندها واحد اللباس، هي محسونه قبوله وكانت مستوره، اللباس ديالها مستوره، ولكن كان الجسم ديالها ما كيقدرش يستر راسو. واخا هي كتستر ديك الشيء ما كانش كيتستر 100%، ولو انها كتلبس اللباس واسع وما قصداش هي شي حاجه، هي باغا تستر راسها، ولكن الجسم ديالها هكذا كان. مع كانت باقا صغيره كما قلت لكم انا، الطاوله وديك الشيء ديالها كان حتى الشعر ديالها من قوه، كان كحال وكان مسلوب، كان حتى السبنيه الفولاره ملي كتعملها كان
كانت الوصف ديالها كان دائما ديك الفولاره راجعه للور، دائما نصف الشعر ديال القدام كان كيبان. هذا الشيء اللي كان كيسبب لها هي بعض من الشباب هذه القريه اللي هما محسوبين على رؤوس الاصابع واللي ما كيحشموش وما كيوقروش، كانوا كيبقاو يضايقوها بالهضره، كاين اللي كان كيتبعها، كاين اللي كل واحد شنو كان كيقول لها. وهذا الشيء اللي كان كيوقع لها هي كانت كتجي تقول ليماها، يما كانت كتقول لها دابا الدراري بلا عقال والدراري ديال البلاد كيفاش غادي نعملوا دابا، واش غندبزوا معاهم، واش وبلا ما تقول لخوتك صافي قلتيها لي صافي. كانوا كيحاولوا يخبعوا هذا الشيء. كانت مريم هي اللي كتكلف تمشي تسقي الماء، وكانت هي اللي كتكلف كتمشي تجيب الحطب، بمعنى امراه بدويه بمعنى الكلمه وبنت ديال الباديه والتماره. هذه اللحظه اللي غادي نهضر لكم عليها اللي هو كان نهار الجمعه، نهار 1 في شهر 2 من 2002. كان اولا البارح الخميس قايل نهار كامل الشتاء، وبايت الشتاء تم الصباح هاد الجمعه هذه مع 10 الصباح وقف الشتاء طاح الضبابه، بمعنى كان البرد بزاف، والليل بحال اللي جا بكري، الضبابه ظلمت الحاله. البارح الخميس الناس ما مشاو يسقيو، ما خرجوا يجيبوا حطاب، ما خرجوا يجيبوا والو لان كان الشتاء. ولكن دابا تحركت القضيه، كاين اللي خرج في ديك الصباح يسقي، كاين اللي يمشي يجيب الحطاب الى اخره قبل ما يبدا الشتاء اخر. اذا اليوم نهار الجمعه والناس غيمشيو يصليو الجمعه، صلاه الجمعه راه معروفه الساعه ديالها. هنا تصنت الخروج ديالها هي باش تمشي تجيب الماء وتجيب الحطب، يماها مولفه بها. بعض المرات تجيب الزربه دغيا، وبعض المرات كتعطل، ان الحطب هذا خصها تفتش على الحطب اللي هو يابس وتقطع وتجمع من لهنا ومن لهنا، ومن بعد تجمع داك الشيء كامل وتعملوه في الحبل على طهره وتجي وتجيب في يدها القراعي ديال الماء وتجي. يعني كانت كتعطل عادي، هذا الشيء هذا راه عادي. كانت قريبه صلاه الجمعه ما بين 12 و 1 د النهار، لبست عليها اللباس ديالها كيف ما وصفت لكم انا، بالكسوه طويله وديك الشيء مستور، ولا الجسم ديالها ما كيبغيش يستر راسو، والسبنيه كيف ما هي، ولوات على الكتف ديالها واحد الحبل زرق اللي به غادي تجيب الحطب، وهزت 2 القراعي كل وحده فيها 5 لتر بويض باش غتجيب بهم الماء، وقالت للوالده ديالها انا غادي نمشي للغابه، وهزت في يدها واحد الزباره باش كتقطع ديك الحطب وكذا. قالت لا صافي حيت هادشي عادي. مشات والضبابه حجبت الرؤيه، باش تعرف راه دابا في هاد الساعه هادي راه ما كتشوف والو، اذا بعد عليك اخويا 10 المتر ما تشوفوش. مشات هي تسقي ومشات تقطع الحطب. الناس اسيدي صلوا الجمعه ديالهم وسمعوا الخطبه، سمعوا من الفقيه كذا كذا، رجعوا للديور ديالهم تغداو. بعض منهم تحركوا تما في الباديه، كل واحد شنو غيعمل. واحد فيهم السميه ديالو عبد القادر، راجل كبير ما يضرب ما يهرب ما يقد على فتنه، دا معاه البغال ديالو ومشى للغابه شي قطع الحطب. وصل للغابه وبقى كيفتش، لان الحطب ماشي غتمشي ديريكت تقطعو، خصك تفتش هذا يابس هذا شويه وصافي، هذا يصلح هذا ما يصلحش. خلى البغال ديالو مربوط في واحد البلاصه ودخل في وسط الغابه، في يدو الحبل في يدو الشاقور، وكيفتش فتش هنا فتش هنا، كيجبر شي عاود كيقطعو كيخبعو، كيجبر شي حاجه عاود ما كتعجبوش كيخليها هو ماشي. دابا المشكل هو داخل في وسط الغابه، داخل يعني خلى طرف الغابه بعيد، بقى داخل 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 لحتى وصل لواحد البلاصه منعزله، بلاصه منعزله تماما في وسط الغابه، بمعنى واحد البلاصه مخبعه. هاد البلاصه فيها الغابه صغيره، داك الشيء اللي نابت الترهيل كذا، عرفتوا ديك الغابه الصغيره ماشي شجر. كيجبر مريم طايحه وكامله مغيسه ومقتوله بواحد الطريقه بشعه، كامله دمايات، يعني حتى الضربات اللي عندها في الوجه ديالها ما هو ماشي حتى باداه حاده،
يا اما الله يحضر سلامه بشي زباره ولا بشي حاجه، ولا بمعنى شي انتقام خايب. هذا الراجل ملي شاف هذا الشيء راه ما عمرو سمع به ولا جا ودنو عاد هو شافو. الراجل شبره بالجري وكيغوت وكيعيط وعتقوا الروح والعاده وعتقوا الروح، وصل لديك البهيمه ديالو ركب عليه وهبط كيجري. رجع الخبر على الناس، قال لهم ودي راه مريم بنت عبد السلام راه مقتوله في الغابه، وبدا كيوصف والراجل مخلوع. دابا اسمع، الناس اللي سمعوا الخبر طلعوا كيجريو، الرجال طلعوا كيجريو باش يشوفوا شنو وقع، واذا كاين شي حاجه ما ينقذوا. الناس اللي بغاو يقولوها للوالدين ديالها، خوتها ديك الساعه كان ديك الساعه 4:30 يعني حسب الباحث وكذا، 4:30 مع هو جا ورجع الخبر وكذا، كانت تقريبا 5. خوتها كانوا كيدخلوا شي بقار وشي غلم البلاصه ديالهم. يماهم كانت في الكانون كطيب، لان الليل جا بكري راه غادي تطيب العشاء. باهم طارح الفراش في الغيبوبه. دابا المشكل اللي غيوقع هنا شنو هو انه جا شي واحد ورد عليهم الخبر، قال يماهم اللي سمعت الخبر غوتات، ولادها جاو كيجريو قالوا هالهم. دابا هما غوتوا، ولكن قالوا ما خصهمش يردوا الخبر على باها لانه مريض باش ما توقع فيه شي مصيبه. للاسف شنو اللي كان قبيح هو ان الاب كان سمع ديك الشيء، سمع ان بنته تقتلات ومات في ديك الساعه سكته قلبيه. هما ملي سمعوا الخبر هذا قالوا ما غاديش يقولوه لباهم ما مريض وكذا وكذا، قالوا ربما ما سمع حتى حاجه، شدوا عليه واحد الباب ومشاو كيجريو، طلعوا في واحد الحاله هستيريه بلا ما يعرفوا شنو وقع. باها راه مات. ملي طلعوا كيجريو تما كانوا عاود شي واحدين هاودو كيجريو من الفيلاج باش يشوفوا واش كاين شي واحد تما يقدر يعلم لهم جدرميه، حيت اصلا جدرميه بعاد بزاف. ملي وصلوا تما شنو غيجبروا البنت مقتوله. الناس حاولوا تسعف وكذا والو، السيده خربقه بالضرب بزاف. الناس شبروا يماها باش ما تشوفش ديك المشهد، سمعت قتلت وما تشوفش ديك الشيء، وشبروا خوتها وكتفوهم وهذا وشبروهم وخايهم يغوتوا وخلاهم معاهم ومبغاوش يهبطوا، مبغاوش الغوات وبنتي وهكذا. هذا كيغوت على اختي، وكان ديك الاسره من قوه الفقر كان كلشي كيتعاطف معاهم. وشني وقعت المصيبه فيهم، هذا الشيء كان غريب. المهم جدرميه غادي يلاحقوا تما مع المغرب. دابا حنا ما نقولوا لا الليل ولا الضوء ولا جابوا الاناره ولا حتى حاجه، حنا غادي نتبعوا مسرح الجريمه كيف ما هي، الضوء ولا ماشي الضوء. جدرميه فاش وصلوا تما علموا النيابه العامه بالجريمه والنوع ديال الجريمه، وشوف حتى المعلومات الاوليه باش تعرف البحث كيفاش مشى. جدرميه هادو جدرميه المنطقه كيعرفوا البلاصه كيعرفوا الناس. قالوا ربما قضيه فيها الغموض لان الناس ترانكيل ما عندكش منين تخرج القاتل فيهم. اذا النيابه العامه كلفت بريغاد جوديسير يعني الشرطه القضائيه الدرك الملكي، كلفت واحد ضابط في الرتبه ديالو على انه يتكلف بالقضيه. حنا نخليو هذا الشيء كامل ونجيو مع هذا الدرك المكلف. اسمع مزيان. الضحيه اصلا شوف قاسوها الناس، الفضوليين دخلوا في مسرح الجريمه، قال لك اودي بغينا نسعفوها ما نسعفوها، اش غتسعف السيده شحال فيها من ضربه. خربقوا لهم مسرح الجريمه، تعصب عليهم وجرى على كل شيء، خرج كل شيء من الغابه. وقال اودي هو محتاج في شي واحد من الرجال الادله الجنائيه اللي غيتعاون معاه. صيفطوا له الرجال الادله الجنائيه، والنيابه العامه يعني الوكيل العام السطر بالاحمر، الوكيل العام بقى على اتصال به، يعني اي جديد علمني به. وفعلا هو بقى على اتصال به. دابا غادي ندخلوا لمسرح الجريمه. واسمع مزيان، البنت ديك السبنيه كانت مهبطه على عنقها، اللباس ديالها ما كانش مركب كيف ما خصو يتركب، اللباس ديالها معلي واحد شويه، وكاين العلامات انها 100% تعرضت للاعتداء سليمه. ولكن السيده مكرفصه بزاف،
مضروبه في الوجه ديالها، مضروبه في الكتف، في الصدر، في الكرش، بزاف على هذا الضرب هذا. سؤال، واش اللي تكرفص عليها بمعنى تكرفص عليها قبل ما يقتلها، او حتى قتلها عاد تكرفص عليها؟ وعاد شكون هذا اللي تكرفص؟ هنا في مسرح الجريمه ما جبروا والو، انك الغيوصات والناس دخلوا وكذا، كاين والو. شافوا واش دافعت على راسها ربما شي لاضئين ولا شي حاجه، كاين والو. شي زغبه شي صدفه، راه حتى اذا كانت ربما تكون الفضوليه. الدرك المكلف كيشوف هاد البلاصه معزوله بزاف وبعيده، اذا هاد البنت هذه الجبل هنا تقتلت هنا، راه باين ان الدم بزاف الدم هنا، الضربات وهنا تقتلت. اذا كان شي واحد خطفها وطلع هنا على الاقل كان تغوت، واذا غوتت وبغى هو يقتلها لتحت، ماشي لداخل وسط الغابه وبلاصه معزوله. يعني حتى البلاصه كتقول على ان اللي جابها هنا انه قصد، لانها بلاصه مخبعه. اذا هنا ما كان والو، شي معلومه ما كاينش. تهزت الجثه المستودعه على الاموات. هذا الدرك يعطى الاوامر ديالو. شوف، الدرك الملكي والقايد والمخزنيه ديالو تعطوا لهم اوامر باش يبحثوا في هذه الغابه. غادي يعملوا واحد الحمله تمشيطيه باش يعرفوا القاتل اش من طريق شبار، واش هبط لتحت ولا طلع من فوق ولا مشى لهاد الجهه ولا لهاد الجهه. هنا انتشروا الدرك الملكي، انتشروا بالليل بالبيل في يدهم كيفتشوا، ربما القاتل يكون باقي تما، يطاردوه ما يطاردوه وكذا، يفتشوا على الادله. لان المسح د الغابه غادي يكون على جوج المراحل، غادي يمسحوا بالليل، غيباتوا ليله كامله كيفتشوا، ولا غدا غادي يفتشوا على الادله، لان الادله ما يمكنش يفتشوا عليها بالليل والبيل ما كافيش مزيان. هما عملوا دابا ديك الحمله ديالهم بالليل ما جبروا والو، ولا غدا في الصباح غادي يبداو ديك الحمله التمشيطيه باش يعرفوا واش كاين شي اثار ولا شي حاجه اللي تقدر تفيدهم، نعرفوا غير القاتل من طريق شبار او شحال كانوا او شي حاجه اللي غتفيد في البحث. هذا الضابط المكلف كيرد الخبر على النيابه العامه، على الوكيل، وطلع عند الطبيب بنفسه، وحتى النيابه العامه كتعاونوا، هضرت مع الطبيب وقالوا له باللي اعطيهم الفحص دقيق، لان المعلومات الاوليه اللي تعطوا هي اللي قلت لكم انا. يعني البنت تقتلت ما بين صلاه الجمعه ووقت اكتشاف الجريمه. قال له كيفاش تقتلت والساعه اللي تقتلت فيها، واش تعرضت للاعتداء، واش ربما يكون شي اثار اللي هي دافعت على راسها يكون بقى فيها وحنا ما جبرناش. الطبيب الشرعي ينفذ الاوامر وغادي يعمل ديك الشيء اللي قالوا له، لا هاد الجدرمي ولا النيابه العامه. حنا نخليو الطبيب الشرعي لان غادي يفحص ونرجعوا فين كنا. دابا هذا اللي اكتشف الجثه هو عبد القادر، بقاو معاه، دابا بقى معاهم، بقى معتقل معاهم باش يبحثوا معاه. الحملات التمشيطيه حنا نتبعوها واحد شويه، من بعد نرجعوا لان عاود غادي يجبروا كارثه اخرى وقع في الباديه، ان البهره مات هما ما كانوش عارفين. اذا مسرح الجريمه ما فيه والو، هما انتشروا على واحد المساحه كبيره، طلعوا في وسط الغابه، زادوا واحد شويه، جبروا الحبل، هذاك الحبل الزرق اللي قلت لكم انا اللي كان معلق عليها باش تجيب به الحطب، جبروه بعيد عليها ماشي بزاف، ولكن المشكل هو انه اتجاه لداخل، يعني خصك تزيد تدخل في الغابه، معنى ان القاتل هذيك هي الطريق اللي شبار. هنا كيأكدوا على ان لا يستبعد القاتل ما رجعش للباديه. زادوا كيفتشوا شي حاجه اللي تفيد، شي زغبه، شي حاجه، شي زطمه، والو، لان الغابه فيها الربيع كيبقاو شي زطام. زادوا واحد شويه غادي يجبروا واحد القاع السبردينه، القاع ديال القداسه. هاد القاع ديال القداسه نقدر نقول لكم واش هما ما عرفوش واش يكون القاتل او ماشي القاتل، ولكن جبروه. هما شكوا انه يمكن يكون القاتل لانه كان جديد. اولا هاد القاع تبين انه تسبردينه، النقش اللي في القاع هاد القاع هذا كان باين
وكانت من نوع اديداس، والرقم ديالها كان 42. اذا هذا اذا كان القاتل فهو سبردينة الراجل. اذا الراجل هو القاتل، الراجل هو المجرم في هذه القضيه هذه، بالرقم ديالو بالمسائل ديالها كامله ديك القاع احتفظوا بها. وطلعوا كيفتشوا، غير هو هذا القاع جبروه عاود لداخل من الخيط. اذا كان القاتل اذا هذه هي الطريق ديالو. وهما ملي دخلوا وبقاو داخلين توصل واحد اللحظه وصلوا لديك الجبل اللي قلت لكم انا، وتقاضات الغابه ان بقى الجبل ما فيه لا غابه لا حتى حاجه، وغادي يرجعوا. دابا فاش غادي يرجعوا بالاوامر انهم هما مشطوا هذه البلاصه مشطوها، اذا غادي يهبطوا من جهه اخرى باش كيكونوا على انهم مشطوا الغابه كامله، بقات لهم هذيك الغابه اليمين. دابا حنا نخليهم في هذا التمشيط ونرجعوا. دابا الاسره الام وديك جوج الاولاد بالصدمه وديك الشيء اللي وقع لهم رجعوا للدار باش يشوفوا الاب واش ساق الخبر ولا ما ساقش الخبر. جبروا واه مات وجا الليل. الدرك المكلف هبط باش يعمل البحث الميداني باش يشوف شنو وقع والبنت فين مشات وكذا وكذا. غادي يسيق الخبر على ان السيد مات. اذا هاد الناس هادو كيفاش غادي تقدر دديهم باش تبحث معاهم؟ بنتهم مقتوله والراجل بالدار ميت. قصد الدار وعزاهم وقال لهم شوفوا مورا الجنازه خصكم تهودوا. دابا انا ما غاديش نهضروا معكم، وغدا في الصباح ما غاديش نهضروا معكم، غادي تدفنوا من مورا الظهور وديك الساعه غادي نهضروا معكم. يعني هما في واحد الحاله ما كاين ما تهضر، ما عندك ما تسقسي، كلشي غايب. وما دخلوا بدا الغوات جبروا السيد مات. وابا ما حالتهم يعيطوا على يماهم، على اختهم ما حالتهم يعيطوا على باهم. جدرمي وجدرميه كاملين تعاطفوا معاهم وقال لك اودي خليهم. الفقيد الجماع كلف الناس كانوا كيسمعوا له الهضره ديالو. اول وحده هي مراته، قال لها مشي نضر الجنازه ومشي نضر الاسره اللي وقع لها هذا الشيء وتعاون معاهم. بات تما وشوف تعاون مع ديك الناس راهم مكلومين ما راهم يقدروا يعملوا حتى شي حاجه. وهو امر الرجال انهم يمشيو يصيفطوا النساء ديالهم يتعاونوا مع الناس. وفعلا مشاو 10 النساء وبقاو مع المراه تما وصبروها والموت هادي وكذا، اذا كانت شي حاجه يعملوها ويصبروا ويعملوا كل شيء. وامر الرجال عاد باش حتى هما يتعاونوا، اذا كانت شي حاجه في الدار يعملوها، شي حاجه يركبوها، شي حاجه يهبطوا يجيبوها، الموت هادي وجريمه واقعه، وكلفهم باش يحفروا القبر باش يتكلفوا بالجنازه وكل شيء، وتحاماو على هذه الجنازه هذه وغتجوز بسلام. امور عاديه مزيان. دابا اللي غدا الجنازه كانوا ديك الجدرميه هوادين كيفتشوا. الطرف هذاك كان صغير، يعني ماشي جدرميه كاملين والمخازنيه كاملين مشاو لتما، لا بعض منهم وصافي، وشي وحدين هوادين في البلاصه اللي طلعوا فيها. هوادين هادو اللي في البلاصه اللي طلعوا فيها، هوادين مهلوكين، هوادين مسخسخين، تماره قداش والفزاك والضبابه والبروده وما جبروا والو. هوادين هذا ما كيهضر مع هذا وحانين راسهم يقطعوا في ديك الغابه. واحد اللحظه سمعوا شي واحد كيغوت، شي جدرمي، الدراري تعال اجي اش كاين ماش كاين؟ قال لك اجي. هبطوا كيجريو عنده، كاين تما واحد الخندق. هذاك جدرمي شني لاحظ في وسط ديك الخندق ان كاين الماء تصنت، كاين الماء هود لان كان كيطيح الشتاء. وفي واحد البلاصه بحايله بغيتي تطلع للخندق، بغيتي تطلع منها، كاين واحد الدرجه باينه انها معدله.
هذيك الدرجه جات مخبعه ومعزوله لواحد الدرجه كبيره. وكاين تما اللي غريب هو كاين تما جوج كراطن ما فازكينش. رد البال معايا، اسمع، ما فازكينش حيت البلاصه معزوله، ربما معزوله وطاح الشتا وما فزكاش. جوج كراطن وشاف جوج القراعي د الماء، هذوك جوج القراعي اللي هزت هي في يدها شافهم تما. هما فاش قربوا تما عرفوا على ان هذيك البلاصه اولا فيها هذيك جوج القراعي د الماء وفيها هذيك الزباره اللي كانت عندها. اذا السيده كانت جالسه تما جوج كراطن قدام بعضهم. اذا هنايا تبين على ان السيده ها جابها للغابه. ملي كيطلعوا من الطرف د الغابه كيجبروا الطرف بعيد. ملي قارنوه بالبلاصه اللي تلقات فيها الضحيه، ماشي قريب ولكن ما قريب ما بعيد. الضحيه راه فين وهذه بلاصه لتحت. هما عرفوا على ان الضحيه كتجي لهنا كتلاقى شي حد. هذه هي المعلومه الاولى. ويتعلم الضابط، لان الضابط في هذه الساعه الكنازه حقا كذا كذا راه كيوجد وكيلاحظ وكيشوف وكيسقسي. غير سمع الخبار طلع كيجري. قال اخيرا وصلنا لواحد الحاجه اللي غادي تبين لنا على ان السيده فين كانت كتمشي. وصل تما فعلا، طوق ديك البلاصه واتصل بالنيابه العامه عاود بالوكيل العام عطاه الجديد. قال له ودي جبرنا واحد البلاصه اللي لا يستبعد انها كتجي لنا، راه باينه لان القراعي اللي كانوا في عندها والزباره وكذا، وكاينين جوج كراطن وانت ساعدت الوكيل العام انت عرفتي القبيله باش طيبه. قال له ستوب، قال له اعطيني شي عنصر من رجال الادله الجنائيه. هبط واحد من هذا، انا كان التشخيص القضائي ديك الساعه. ملي دخل حنا عندنا الغلط في هذا الرجل التشخيص القضائي، لان السيد الجدرمي المكلف كيقول لك انا ماشي من الاختصاص ديالي، انا خصني نبحث ولكن الادله العلميه صيفط لي. جا هذا السيد اش غيجبر تما؟ ركز معايا، هذه راه جريمه كبيره، هذه جريمه ماشي عاديه. راه ما يمكنش ان قضيه تمشي غير هكذا وصافي. قلت لكم انا هذه مبدله. بالنسبه للاخوان اللي في اللايف اللي ما عندوش الصوت يخرج ويدخل وغادي يتعوض الصوت. هذاك الرجل بالادله الجنائيه اش غادي يجبر في مسرح الجريمه، او ماشي مسرح الجريمه عفوا، اللي هو بلاصه اللي فيها المسائل ديالها وبين انك تجي تما. هذوك جوج كراطن خاويين ناشفين ما مفزكينش. قضيه كان فيها الشتاء. بلاصه حسب البحث يلحق الشتاء. اذا الضحيه مشات ما بين 12 لواحدة النهار، كانت الضبابه راه ما كانش الشتاء، كان وقف في الشتاء. اذا ما بين 12 لواحدة يمكن جات لهنا واللي جا عندها جاب ديك الكراطن. اذا هي كانت عامله الموعد مع شي حد مزيان. حيدوا الكراطن. تم اش غيجبروا الغلافات، اللومبالاج د الزريعه، اللومبالاج د الحلوى، اللومبالاج د كيكس، اللومبالاج د التشكلي يعني د المسكه. اذا باين واضح كوضوح الشمس انها كتكون مع شي حد. هذاك اللومبالاج احتفظوا به. في تعميق البحث غادي يجبروا شي شعرات طوالين، شعرات كل شعره كحله، راه باينه الضحيه لان هي شعره كحل. وفي زيد في البحث غيتبين على انه كاين تما شعرات صغار قد اللي في راسي. اذا هاد الشعرات الطوالين د المراه وهادو د الراجل احتفظوا بهم. تعميق البحث غادي يجبروا اثار د الزطامي. هاد الاثار د الزطامي نعم، ارى القبس ارى الماء خلط داو القالب الاول تبين من بعد على انه د الضحيه د مريم، والقالب الثاني غيتبين على انه ديك سبردينه، ديك القاعده سبردينه اللي جبرنا حنايا. وهنا تبين على ان القاتل هو مول سبردينه لان الاثار د الزطمه ديالو كاينه مسرح الجريمه. شي حاجه علميه عندها علاقه بالبصمات والاثار وكذا ما كاينش والو.
لا في ديك القراعي ولا حتى بحاجه. اذا القراعي اللي داتهم في يدها حنا جبرناهم، الزباره حنا جبرناها، والحبل حنا جبرناه، وتاكدنا تاكيد تام على ان السيده كانت هنا، ولكن مع من؟ هذا اللي حنا كنبحثوا عليه، جبرنا له قاعده الصباط فقط لا اقل ولا اكثر. سالوا من تما هادشي اللي يقدروا يجبروا. ارسلت الشعرات الى المختبر باش يقارنوا طويله مع الضحيه، ومن بعد يقارنوا الصغير مع شي واحد يمكن شكينا فيه او عنده علاقه بها او عنده شي مشكل معها. سالوا هنا الضابط المكلف كان فرحان، هذه قضيه غريبه، هذه القضيه هذه جريمه ممكن توقع، الله يحفظ ماشي يمكن ولكن حتى اذا وقعت ما توقعش بهذه البشاعه، هذا راه انتقام، هذا راه مصيبه كحله. البحث الاولي كيقول لك اودي راه السيده درويشه وعائله درويشه، زاد مات باها زاد مرض، ولكن دابا فاش جبر هذه البلاصه قال على الاقل ضربنا واحد 10% من الوصول للقاتل. معلومات هادو عطاهم سيدي الوكيل العام. جازت الجنازه، دابا شنو غيعمل الضابط المكلف؟ غادي يكلف جدرميه انهم يهبطوا شويه بشويه لان البعد، ولكن قبل ما يهبطوا خصهم يعرفوا لمن غيهبطوا. عملوا واحد البحث ميداني، تصنت بحث ميداني. هذا البحث الميداني نبدا لكم بالقضيه ديك الغابه اللي قلت لكم المجاوره اللي هي مقابله، غابه صغيره، يا قلت لكم كاين وحده على اليمين. البحث قالوا لهم شكون اللي خرج وشكون اللي كيخرج وفين كتمشي وفين كترعى وفين كذا. الناس قالوا لهم اودي كنرعاو في الغابه الفلانيه والكسيبه ديالنا راه متلوقه في الغابه، حيت هما ملي كانوا كيبحثوا حنا ما عندنا غير في ديك الكسيبه، هذيك الكسيبه اللي كنا قلت لكم متلوقه، ولكن الرعايه في هذه اللي على اليمين. هنا غيعطي الاوامر ديالو باش يمشيو يبحثوا فيها عاود، ومشاو وبحثوا وعملوا حمله تمشيطيه وكانت زيرو معلومات، ما جبروا والو باش نديوها بالتفصيل، حيت هذا الشيء هذا في الاخير عاد غتعرفوا علاش كنقولوا. اذا البحث الميداني اش تبين على ان نهار الجمعه ما كيخرج حتى شي واحد، وقالوا لهم شكون اللي تحرك في ديك العشيه. عبد القادر راه هو معانا، هي حنا عارفينه. كاين شي واحد اخر قال لك اودي شوف الجمعه ما كيخرج حد وما كيرعى حد ما عدا اذا شي واحد بغى، ولكن هذيك العشيه كانت هبطت الضبابه وحجبت الرؤيه، راه حتى اذا تحرك شي واحد راه ما نشوفوا حتى شي واحد. ابدا البحث، السيده مع من عند المشاكل، مع من عند الصداع، مع من كذا، مع من كذا. بداو استدعوا هذا واستدعوا هذا واستدعوا هذا، غير تما راه ما يمكنش يهبطوهم كاملين. هنايا كاينين ثلاثه د الناس كيرعاو، ثلاثه عندهم البقر ديالهم، عندهم الكسيبه ديالهم، كيديوها كيرعاوها في ديك الغابه. هادو وحدين من الناس اللي زعما اذا كانوا خرجوا هاد النهار يقدروا يكونوا شافوا شي حاجه، او انهم كيخرجوا يرعاو يمكن يكونوا شافوا عليها شي حاجه. باش عرفوا هاد الرعيان؟ عرفوهم بالناس ديال البلاد. شكون هما هادو اللي كيرعاو؟ ثلاثه الاسر، بمعنى واحد من الاسره. واحد الاول التسميه ديالو جعفر وعبد اللطيف وصلاح. هضروا مع جعفر قال لهم انا كنرعى تما والسيده بنت البلاد كنشوفوها كتطلع نسابيله وكنعرفوها كتطلع للغابه، ولكن انا بعدا ما عمري شفت شي حد معها، وما عمري شفت لا براني، البراني صعيب يجي لهنا، يعني من البلاد ما عمري شفت عليها شي حاجه، بنت محترمه وكذا 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 وكذا. فوقاش اخر مره مشيتي رعيتي؟ كيقول له مثلا ول البارح من الجريمه 3 أو 2 أو كذا. يبقى معاهم حيت هادو كيعمروا الغابه، يمكن حيت الجريمه تفهمت حسب داك الشيء اللي شافوه هما، الطريقه ديالو. بحثوا مع عبد اللطيف. عبد اللطيف بحالو كيرعى، عنده كسيبه ديالو، عنده واحد البغل
وفقير فقير بزاف، واصلا مريض، عنده شي حاجه في النص ديالو، هو في ظهره في نصو ما كيقدرش يتمشى. هذا كيمشي بالبغل يرعى ويوصل تما ويهبط من البغل ويربطو، من بعد كيرجع، وعنده حسب المعلومات النعناع، عنده القزبور، عنده داكشي اللي كيغرس، عاود ملي كيكون هوت كيهبط، ملي كيستعمل البغل بزاف. هذا قال له ما ودي انا السيده كنعرفها وما عمري شفت عليها شي حاجه وما عمري شفت معاها شي حد ولا انا ما عارف والو. خلاوها معاهم، واخا مريض خلاوها معاهم، ركبوها في الجيبه وخلاوها. بحثوا مع صالح ولد البلاد، باه معروف، عنده خوتو، ولد عادي، ما قبيح ما حتى حاجه، التصرفات ديالو عاديه، كيمشي كيرعى تما، عنده الكسيبه وعنده المسائل ديالو كامله، وقال حتى هو ما شاف مره. اذا هادو دوزوهم. دابا فاش استدعاو العائله ديالو، دابا اللي حنا شكينا فيه، ما كاين حتى شي واحد، الرعاة اللي كيرعوا ماشي شكينا فيهم، ربما يكونوا مدوخين من جدرميه، خوفانين كذا، باقيين معاهم تعميق البحث. واش عمرهم شافوا شي واحد ماشي معاها، اللي كيمشي للغابه، اللي كيطلع، اللي كيهبط؟ اذا غادي يديوهم معاهم، هو السيد اللي اكتشف الجريمه، زائد غادي يديو العائله، يعني الاسره ديالها وبعض من العائله باش يعرفوا اش وقع. هذا هو المشكل. ملي هبطوا من لابريكاد باش يعملوا معاهم البحث، شنو قالوا العائله؟ لان الام قالت كما قلت لكم انا كتعرض للمضايقات من بعض الشباب، معروف، حيث هي تشكات يماها. اولا قالت واحد السميه ديالو جواد، كيقولوا له ولد الراضي، واحد من الدراري اللي بحثوا معاه، وقالوا له واش عارف شي حاجه ولا ما عارفش، واش بينك وبين الضحيه شي حاجه او لا؟ قال لا. ولد الراضي جواد كان كيضايقها. ولد الراضي عنده جوج صحاب، يعني ثلاثه بهم، هي كانت بعض المرات كتشكى بجواد، بعض المرات كتشكى بهم بثلاثه، ولكن جواد هو اللي كان كيتبسل عليها بزاف. قال لك اسيدي كاين ولد الراضي، ولد المسلك، وولد عايشه، جواد وعبد الكريم ونور الدين. ولكن الام شنو قالت؟ قالت باللي هذاك عبد اللطيف، داك الولد مسكين اللي مريض، اللي كيمشي وكيجي في البغل، هذاك راه عنده واحد الضربه هنا، هذاك راه كان ضربو جواد، وضربوه حيت شي نهار جبرو تابع فيها، ويمكن عبد اللطيف قال له شي كلمه ومشى ليه وضربو. ولكن عبد اللطيف راه ما غادي يقول لكمش هاد الهضره هادي، حيت عبد اللطيف خوف، عبد اللطيف درويش ومن عائله درويشه. اذا قال لك جواد مثلا او ولد المسلك، عبد الرحيم، عبد الكريم ولد عائشه، ربما ما نعرف يصدقوا بريئين ويصدقوا يرجعوا ليه ويضربوه وكذا. بقاو حيرانين الدراري، سقسيناهم يعني حتى هاد ولد عائشه وتا ولد المسلك صيفطوا موراهم جدرميه يجيبوهم، وهنا دخلوا هاد عبد اللطيف، قالوا له شكون اللي ضربك هنا؟ هو يتزير، قال لهم انا كنخاف ما نقدرش نقول شي حاجه. دابا اذا جابوا ولد الراضي وولد المسلك وولد عايشه وجبروا على ان عبد اللطيف تما، غادي يقولوا عبد اللطيف هو اللي تشكى بهم، اذا صدقوا بريئين شي نهار يقتلوه. عبد اللطيف ما قدرش يهضر حيت خوف، وعبد اللطيف قال له ما ودي انا حتى اذا بغيت نجي عندكم من لابريكاد خصني نهود في البغال ديالي معروف، اذا هوت في البغال غادي يعرفوني انا اللي هوت، اذا طلعتوا مورايا وركبتوني معكم غادي يعرفوني. هنا قالوا له شوف ما تخاف حتى من شي حاجه، حنا غندبروا واحد الحيله كيفاش غادي نردوك للدار وكيفاش نطلعوا موراك اذا احتاجنا شي معلومه، ما غيعرف حتى شي واحد، حنا في سريه تامه، غير هضر. وهنا قال له ما ودي راه ما كاين ما يتخبع، هادوك بثلاثه كانوا كيتبعوها، وكيقول عبد اللطيف مرارا وتكرارا لما كانت كتشبر البيدونات، يعني القراعي بدا يمشي لديك السبيله باش تسقي،
كانوا كيبقاو يتبعوه حتى لتما. ولكن اللي كان ما كيحشمش وما كيحترمش كثر هو هذاك جواد. وانا واحد النهار قلت من قدامهم وجبرت جواد مع شنو كيقول له وقلت له شي كلام ومن بعد جا ضربني، حيت هذوك عندهم الخوت وكذا وشويه قباحين، هما كما قلت لكم مزيانين مع بعضهم، ولكن هاد الدراري كيقولوا هما الدراري بلا عقل. هذه هي الفهمه ديالهم، الدراري بلا عقل يعملوا اللي بغاو زعما. قالوا له عليك الامان، دابا انت العشيه الجمعه وقت ارتكاب الجريمه خرجتي ولا ما خرجتيش؟ قال لهم انا ما خرجتش. شفتي ولا ما شفتيش؟ قال لهم انا ما شفتش، ولكن الطريق اللي كدوز منها هي كيكونوا فيها هما. هنا تبتت القضيه، خبعوه باش يردوه في حاله. سمعوا من جعفر نفس الاقوال، سمعوا من صالح نفس الاقوال، سمعوا من الوالدين، يعني من الوالد من يماها ومن خوتها. حنا نخليو يماها وخوتها ونجيبوا هاد الثلاثه هادو. ولكن قبل ما نمشيو ضروري خصنا نشوفوا الطبيب الشرعي، لان غير رجعنا عنده. دابا سمع الطبيب الشرعي شنو كيقول. الطبيب الشرعي قال لك اودي راه التوقيت ديال الجريمه هو هذاك اكزاكت، كيف ما قالت يما انها خرجت ما بين 12 لوحده والعثور عليها كان مع 4:30. قتلت بواحد الطريقه خايبه كيقول الطبيب. الطبيب كيقول حسب الاختصاصي انها تعرضت للاعتداء، ولكن ما كاينش شي حاجه اللي غادي نحتاجوها في التحاليل. بمعنى حتى اللي تكرفس على السيده كان عارف راسو اشني كيعمل. هادشي اللي عطاهم، ما كاين لا اقل ولا اكثر. دابا نرجعوا لديك قاع الصباط، لان دابا التحاليل باش كل واحد غادي نبحثوا معاه. نرجعوا لديك القاع الصباط. هذاك القاع الصباط تبت على انه كان فين كانت الضحيه، وانه الصباط ماشي ديال المجرم لحد الساعه اللي كان معاها سنعرفوه دما. ثاني حاجه الحبل ما جبروا فيه حتى شي حاجه. هذاك اللومبالاج ديال الزريعه واللومبالاج ديال البيسكوي والكيكس والتشيكلي اللي غريب وصعيب هو ان هذا الضابط المكلف كان كيغلق البحث، كيضيق دائره البحث. منين جا هاد الزريعه؟ منين جات كذا؟ واللي غريب هو كلف واحد الجدرمي انه يهبط من الفيلاج ويشوف هاد الناس هادو لمن باعوا هادشي. غادي يجبروا على ان هاد النوع ديال الزريعه ما كاينش في هاد الحانوت، التشيكلي ما كاينش في ديك الحانوت، حتى حاجه من داك الشيء اللي جبروا انها كاينه في ديك الحانوت. قال له دور لي يا سيدي على هاد الحوانتيه كاملين، ودور لي على الفيلاج الفلاني وعلى الفيلاج الفلاني كاملين بهم، جبروهم على انهم ما كيبيعوش ديك البيبا ولا الزريعه، ولا كاين نوع اخر ولكن هذاك لا. اذا منين جا هذا؟ كيثبت على ان كاين شي واحد براني كيجي لهنا، او كاين شي واحد كيطلع للمدينه وربما كيجيب هذا الشيء. ثاني حاجه هذوك الشعارات والتحاليل والدقه العاليه غيثبت عندنا ان الشعارات الطوالين ديال مريم والشعارات قصيره ماشي ديالها. اذا شي واحد كان معاه. دابا وصلنا للساعه اللي كل واحد خصو يقول فين كان، واي واحد شكينا فيه غادي يديو له الشعره منه او يعملوا له التحاليل ويشوفوا واش ديك الشعره ديالو ولا ماشي ديالو. هذه هي الكارثه. دابا هاد جواد حريمي، جواد خطير. جواد كيقول انا اعترف، قال انا حقا كنت كنقول لا وكذا 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 وكنا كنتبعوها، ولكن عمرنا ما نوينا حنا نعملوا هذا الشيء او نقتلوها او كذا. الهضره اللي كنا كنقولوا لها هضره عاديه. صحابو تصنت، صحابو نكروه، مابغاوش يمشيو معاه في الهضره اللي كيقول هو، لانه كيشاركهم معاه في القضيه انه كان كيهضر معاها وكيتبعها. وقالوا بجوج بهم لا عبد الكريم ولا نور الدين على ان جواد كان كيقول لا وكيفاش البراني ما البراني. اذا هل اللي قلنا الشيء الجديد من بان على ان كاين البراني في البلاد،
يا منين كيدوز هذا البراني؟ نرجعوا حنايا للبحث ونمشيو عند الاسر والسكان والعائله بالضحيه كامله ونقول لهم واش عمرهم شافوا شي براني وسقساوهم كاملين، ما كاين حتى براني، ما كاينش حتى منين يدوز كاع. كاين الطرقان ولكن بعادي. البراني اللي كيجي لهنا خصو يبان. اذا كيفاش هذا قال البراني؟ هادو صحابو كيتبراو منه وحتى هما بقاو معتقدين. وهنا قالوا له شوف انت ولا ماشي انت، حنا غنعرفوك واش عندك علاقه بها ولا ما عندكش علاقه بها، دير اللي خصك تعرف. وحتى اذا جبرناك عندك علاقه بها حنا ما نقولكش انت اللي قتلتي، وحتى اذا جبرناك انت ماشي اللي عندك علاقه بها ممكن تكون انت اللي قتلتي. اذا شكون هذا البراني اللي كتهضر عليه انت جواد؟ قال لهم كاين شي واحد كيجي عنده براني. عمرك شفته؟ نعم. كتعرفو؟ لا. كيفاش انت شفتيه؟ من البعيد. كيفاش عمل؟ الله اعلم، ولكن كيقول لك البراني كاين. هذيك العشيه قالوا لهم فين كنتوا؟ الجمعه كل واحد فين كان، ما مشاوش لجهه السبيله، ما شافوها شي حسب الاقوال ديالهم. ولكن هنا البحث اللي فرجكم بردا، البحث معهم والفحص واش ديك الشعارات ديالهم ولا ماشي ديالهم. اذا هاد الشعارات باش نكونوا متفقين، حيت هو الضابط شنو كيقول اذا كان البراني فهي مصيبه كحله، واذا كان شي واحد من البلاد راه اللي قتل يمكن كان عنده علاقه بها. اذا اي شاب اي راجل بما فيهم هادو اللي معانا، لا الرعاة ولا الثلاثه اللي جاو ولا اللي اكتشف الضحيه ولا خوته، كاع كاملين عملوا لهم تحاليل على ديك الشعارات، صدقوا بريئين من ديك الشعارات. هذوك الشعارات الصغارين ماشي ديالهم علميا، النوطه مضبوطه. اذا شنو كيعني؟ يعني انهم ما عندهم شي علاقه بها، لان الشعارات تجبروا في واحد البلاصه اللي الضحيه كتكون جالسه مع شي حد لهذوك الشعارات ديالو. اذا كنا جبرناهم تجاود او شي واحد او جعفر او ولد عائشه او ولد المسلك غادي نقولوا عنده علاقه بها، ولكن ماشي هو اللي قتل. اذا باللي هما بريئين من ديك الشعره شنو كيعني؟ يعني ما عندهم شي علاقه بها، ولكن ما كيعنيش انهم ما قتلوش. يقدروا يكونوا قتلوها مثلا بالغيره، قتلوها بالقباحه، مال البراني كذا كيف ما كيقول له هو. اذا انا شكوت في خوته حسب الاقوال كيقول لك اودي راه كانوا كيدخلوا ما كيدخلوا في الكسيبه ديالهم. قال لك لا الشريف هذه غير هضره، كنت كتدخل الكسيبه ما بين 4:30 و5 حسب المعلومات اللي عندنا. الله يهديك. يوم صليتي الجمعه؟ صليت الجمعه. ومورا الجمعه فين مشيتي؟ واحده باقي فيها. فين مشيتي؟ لا كنتي تما. كيفاش كنتي تما؟ قاعد. نتوما بجوج، عزيز ومحمد، ظريفين دراوش فقراء نعم، ولكن الانسان اللي كيوصل لمساله الكرامه والشرف يرتكب جريمه. اذا ممكن يكونوا يتبعوها، شافوا داكشي اللي شافوا، اخر فلت لهم، جرى وهرب جهه الغابه وقتلوا اختهم. صافي النوطه مضبوطه، خلاوهم معاهم. اذا شكون اللي قتل؟ خصهم باش يشوفوا دابا ديك السبردينه تقلع على القاع وناضوا كيسقسيو شكون اللي كيلبس اديداس، حيت 13 زائد الفقي السكان اللي كاينين. من بعد تبين على ان حتى واحد ما كيلبس اديداس. قالوا الناس دراوج ما يجيبوا اديداس، ما عندهم شي حتى الصباط من نوع الشلبوط عاد ماشي عندهم اديداس، ناس دراوج. اذا اديداس السيد اللي كان مع الضحيه. غير دابا باش نمشيو للفقي خصكم نعرفوا واحد الحاجه، دابا شكون اللي قتل الضحيه؟ كاين جوج حاجات، يا اما شي واحد من الباديه من البلاد او اللي كان معاها. ستوب. اللي كان معاها ماشي يعني براني، يقدر يكون من شي فيلاج، يقدر يكون من شي بلاصه من هنا، حيت البحث كان كبير. راه باقي غادي يديو ديك القاعه الصباط وغادي يمشيو ديك الفيلاجات ويسقسيو راه المقدم ربك صاحبي راه النفوذ راه القايد راه المخزنيه راه الجدرميه باش يشوفوا. هذا الضابط المكلف اسيدي كان كيطلع تما كيزيد يبحث،
وكيزيد يدي المعلومات، لان ديك الزغبه بينت له على ان هاد الناس هادو ما كانوش عندهم علاقه بالضحيه، اذا حاقدين عليها. جبروا ديك الفقيه اللي قلت لكم انا كان كيزيد فيه بزاف، صيفط مراتو مصيفط النساء رجال وكذا، شكوا فيه. عنده جوج ولادو ديك الفقيه شباب، فقيه حنا عارفينها فقيه، ولكن اذا كانوا ولادو ارتكبوا هذه الجريمه هذه يقدر يغطي عليه، يبين راسو بانه راه مع الضحيه مساكن وكذا والعائله وكذا وكذا، ولكن بحثوا معهم والزغبه وكذا وثبت على انه والو ما كانتش متطابقه، ولكن ممكن يكونوا قتلوا. اما متطابقه يعني واش عندها علاقه مع الضحيه، اذا اللي الزغبه ديالو كيتسمى عنده علاقه بالضحيه، اما القتيله غامضه. هبطوهم من الباحث، بحثوا معاهم، جبرهم انهم ديك العشيه قال لك اودي كانوا كيدوروا تما، حيت نفس الكلام الضباب حجب بالرؤيه. يعني حتى دابا هادو باش نشكوا فيهم نسقسيو الناس اجي الشريف فين كنتي، كنت شكون شافوا، شي واحد فيكم ما كاينش، حيت الضبابه. وهنا حرفت له رد البال، وهبط الفقيه وبحث معاه وسقساه، ولكن والو ما كانش. وكل معلومه كيردها للنيابه العامه وكيقولوا ما فين وصلنا. ولا بريغاد عامره بحث مع هذا خرج هذا، بحث مع هذا خرج هذا. مشاو لديك الفيلاجات اللي قلت لكم انا قرابين، والبوادي اللي قرابين، ربما شي واحد يكون كيجي من تما عندها. سقساو المقدميه ماشي الناس، لان يعني الناس ممكن يكون شي واحد مع عائلتهم يخبعوا. مقدم قال لك اودي حنايا ما عارفين شي واحد كيخرج ولا كيجي، ولكن ممكن لان الغياب والخلا ممكن. حاولوا ما امكن بعض الشباب اللي مشبوهين كيتحركوا تما يعملوا لهم التحاليل ديك الشعارات واش ديالهم ولا ماشي ديالو، والو ما كاينش. اذا هنا اسمع، رد الخبر على النيابه العامه، رد الخبر على الوكيل العام، وعطاه المعلومات، قال له راه باقي ما توصلنا حتى شي حاجه، احنا كنبحثوا. وشوفي غنخليوها غادي نخليوها الوكيل العام رد عليه الخبر، غنخليوه وغنمشيو فين غنطلعوا للمدينه. المدينه شحال بعيده قلنا؟ 30 كيلومتر. كاينه سيدي واحد الاسره كانت يلاه سكنت في واحد الحومه مكونه من الاب والام وولد وبنت. الولد هو الكبير في العمر ديالو 27 او 28 عام، البنت يمكن في العمر ديالها 23 عام، اسره فقيره ما تضرب ما تهرب ما كاينش والو. كانوا في شي حي ساكنين وبدلوا الحي وجاو سكنوا هنا. هاد الناس هادو عندهم هاد الولد هذا السميه ديالو محمد، ولد كان فيه مرض نفسي. كيقولوا هما ملي كانوا صغار اختو كانت باقا صغيره وكان كيعنفها، معناه كان ما عندوش مع البنت، تكون اختو ولا ماشي اختو، كان عنيف، كان فيه انفصام في الشخصيه. يهضر مع البنت يجبد معها المواضيع عادي، ولكن كتجي واحد الساعه كيتبدل الشخصيه ديالو، كترجع واحده اخرى، يقدر يقتل، يقدر يضرب، يقدر يعمل اي حاجه. قرا واحد الشيء اللي قرا شي بسيط، ومن بعد خرج وكان منغلق بوحدو، كيجلس كيسد عليه. بعض المرات كيخرج الا كان سوق الخبر ضرب شي بنت او عمل شي حاجه. واللي غريب وصعيب هو انه كان كاتوم، كان كيعمل شي حوايج ما عمرهم كيقولوا من شي واحد. قال لك يا سيدي هو ضرب عامين د الحبس على واحد البنت، انهم كانوا ساكنين في الحومه الاولى اللي رحلوا منها، وكان شي بنت جيران تاقت فيه وتاقت به، وهذيك كان عندها خوتها، وبقى كيدخلوا ويخرجوا، الزواج ما الزواج. شي مره بغى يتكرفص عليها وضربها، كرفص عليها مزيان، ولكن كانت محاوله تكرفص، اما الضرب ضربه.
ورجع في حاله الدار كانه ما عمل حتى شي حاجه، وجاو خوته وضربوه وهرسوه من يدو، ضربوه بشي شفره ولا شي حاجه وتهرس، واخا تهرس دا عامين د الحبس بالتنازلات، وشي كيرغب من هنا، شي كيزوق من هنا، شي كيزوق من هنا. وفاش خرج من ديك عامين شوفنا خوتا، انا عارف شي نهار مع خوتا كيسكروا ومرونين الدنيا وكذا، وربما شي نهار يبقى ماشي قدامهم ويتفكروا ديك الموضوع وينوضوا ليه ويقتلوه ولا شي مصيبه. قلنا راه نبدلوا جاو لهنا. دابا هاد العائله شنو كتقول الولد ما كانش يخدم، ولكن دابا في هاد اللحظه كنخدم سيكوريتي في الباب د واحد السبيطار. شنو هو الباب د السبيطار؟ هو المستشفى الاقليمي. سيكوريتي في الباب، هادوك اللي كنكونوا داخلين السبيطار وكيوقفونا فين داخل الشريف، فين ماشي، طوموبيل ممنوع، اللي كينظموا خليو شي الاكتظاظ الطوموبيل والروينه والعشوائيه، هادوك اللي كيكونوا في الباب كينظموا السير في وسط السبيطار. كان واحد منهم ولا كيخدم سيكوريتي. هاد الاسره ديالو الاب والام والام واختو جاو واحد الصباح للكوميساريه كيبلغوا بالاختفاء ديالو. قال لك اودي الولد ما رجعش. نعم وصحيح على انه بعض المرات كيخرج كيمشي لشي بلاصه، كيمشي، ولكن كيرجع كنشوفوه كنهضروا معاه كنجيبوا خبارو بانه في البلاصه الفلانيه. اما هاد المره راه هادي 4 ايام ولا 5 ايام ما بانش. اتصلوا بالنيابه العامه وقال لك اودي عملوا لهم بحث عن متغيب لفائده الاسره. سقسوا عليه في الخدمه قال لك يخدم معنا سيكوريتي، واخر نهار خدم فيه راه البوانتاج كاين هو نهار واحد في الشهر. كان خدم في الصباح ورمبلاصه شي صاحبو ومشى من ديك الساعه ما رجع. وقالوا له علاش ما سولتوش وكذا، قال لك اودي راه هو مطرود من الخدمه، طردوه لانه غيب وكذا ومابقاش كيجي ولا طردوه. اذا نتوما اذا غيب شي واحد كطردوه ما كتبقاوش تسولوا فيه وكذا. قال لك لا، ما كاين لا ترسيم لا حتى حاجه، وجراو على ديك الساعه السيكوريتي. انا ما عرفتش كيفاش عاملين دابا، ولكن الله اعلم. ديك الساعه كانت ما كاينش لا حقوق ولا طواجن البرقوق بالنسبه للسيكوريتي. هادوك الدراري اللي هما سيكوريتي بحالو قالوا له ودي شوف هذاك مول الطابله راه كيكون معاه. اسمع دابا واحد الراجل عنده طابله في الباب السبيطار، طابله كيبيع فيها الزريعه، كيبيع فيها كيكس، كيبيع فيها الكارو، الطبالي اللي كيكونوا كيبيعوا فيهم معروفين. جاو من عنده سقساوه، قال لهم والله يا ودي محمد صاحبي وكذا وكيدي من عندي بالكريدي وكيجلس معايا وكيتيق فيه وكنتيق فيه. سقساوه اخر مره قال لهم ودي النهار الفلاني، وقال لهم بلي ما راه انا كيدي من عندي بالكريدي، راه يلاه كان تخلص وخلصني، وكان دا شي حوايج من عندي من هنايا ومشى. كان الصباح ديك الساعه كان يلاه خرج من الخدمه وقال لي ودي شي صاحبي روم بلاصاني وراه اللي دا من عندي ها هو مشى بحالو. فين مشى؟ قال لك الله اعلم. كيعاود لك والو؟ قال لك ما كيعاود لي والو. الدراري اللي هما تكرفصلوا مع اختهم وضربه وكذا، قال لك شوف حنا ضربنا الحبس على قبله، هو ضرب الحبس والقانون فوق كل شيء، حنا ما عاودناش شفناه. اذا هذا السيد هذا فين غيمشي؟ شوف انفصام في الشخصيه، مريض، كيمشي بوحده، ربما يكون ماشي شي مطع، ولكن هذه 5 ايام. النيابه العامه امراتهم الوكيل العام باللي يعملوا واحد المحضر قانوني ويعملوا البحث، يسقسيو هنا وسقسيو في المدينه، سقسيو المعارف ديالو، ما كيجلس فين كيمشي، واش مبلي في شي حاجه، واش كذا، يمكن كيمشي عند شي حد عارف، او تشوفوا واش كان عنده شي عائله، يسقسيو العائلات، يصيفطوا هما عند عمتاتو عند خالتاتو، ربما يبان في شي بلاصه. عملوا هذا البحث اللي قالوا هما، ولكن الولد كان غبر بواحد الطريقه عجيبه، طريقه غريبه. الولد طار، الاثر ديالو ما كاينش، المعلومات اللي كانت هي في ديك الباب السبيطار صافي. ديك السيكوريتي كيقول لك اودي راه كان هنا حقا كذا، انا روبلاسيتو في الصباح، قال لي الشغل ما الشغل ومشى. واش من الشغل عنده؟ ولا الشغل ديالو راه هو هذا، والو ما كان والو. زادوا سقساو والو. هنا
عاود الضابط ديال البوليس غادي يرد الخبر والمعلومات جديده على القضيه للوكيل العام. اتصل بالوكيل العام وعطاه المعلومات، قال له ودي راه ما توصلنا والو، راه السيد اختفى في التاريخ الفلاني وكذا 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 والبحث جاري. اذا فين نخليها احنا؟ عاود حتى هو نخليوها في الوكيل العام. الاوليه خلينا في الوكيل العام وهذه نخليوها في الوكيل العام. ما دام وغادي نمشي فين غنمشيو حنا غنمشيو قبال وغنمشيو لواحد الحبس، هذا حبس كونداني كيجمع غير المجرمين، القتاله والخطافه والشفاره والنصابه غير هما. حبس كونداني ديسيبلين قاصح قبيح كذا كذا. واحد جوج د المساجين تلاقاو في واحد الزنزانه شامبري مع بعضهم تعاشروا، كانت عندهم نفس التهمه السرقه. الفرق اللي كان بيناتهم هو واحد من الباديه وعنده كيقولوا له بوفرقش بمعنى كيسرق الكسيبه، وواحد في المدينه كيسرق البزاطه كيدخل على الديور ديال الناس وكذا وكذا. الفرق اللي بيناتهم واحد من المدينه وواحد من الباديه، والسرقه كتختلف، واحد البزاطه وواحد الكسيبه. صافي هادشي اللي كاين. جلسوا مع بعضهم وتعاشروا في الحبس وبداو كيهضروا على هاد السرقه. جا هذاك اللي من الباديه قال له عرفتي شنو غنعملوا؟ قال له شنو هو؟ قال له غتبقى تسرق في المدينه والبزطه ويشوفك شي واحد يجري من موراك داغيه كتقبط. قال له شوف الكسيبه فيها الفلوس، العجل اذا سرقتيه كيتباع ب 7000 درهم 8000 درهم كسيبه، واذا عرفتي تديها كديها بلا ما كتغوت. كاين واحد اللعبه كنعملوها للبقار باش كيتبعونا، الغلم غير يفتح لهم ويتبعوك، ندبروا شي كاميون وكذا ونمشيو نسرقوا الكسيبه. وقال له ودي راه كاين بعض البوادي عندنا حنا في الجهه ديالنا والكسيبه كنلقاها في الغابه مسيبه. في الغابه، لا في الغابه بالله بالليل ربط ودي جيب الكاميون وعمر. قال له هذه مزيانه صاحبي اذا كانوا في الغابه وكذا ندبروا على راسنا وكذا. قال له شوف اذا تبعتيني ملي نخرجوا، ولكن غير انا وياك. هما الافراج ديالهم كان ماشي قريب، ولكن المهم عام ما كاملش. هذا غادي يخرج الاول، من بعد من موراه اخر عاود شي 6 شهور ولا 7 شهور غادي يخرج، واتفقوا على هذا الشيء. هذا اتفقوا على انهم غادي يسرقوا. هذاك شنو كان كيقصد له ديك مول الفرقش؟ كان كيقصد له الكسيبه اللي كتبقى في الغابه، بمعنى كيقصد له ديك الباديه اللي كنا حنا فيها، اللي تقتلت فيها مريم. تما كما قلت لكم البقر كيبقاو في الغابه وما كاينش اللي كيشوفوهم وكذا وكذا، وتما ولفوا هذاك، ولكن مولينهم كما قلت لكم معروفين. اذا هما قرروا باش غادي ملي يخرجوا من الحبس يجيو يسرقوا هذه الكسيبه هذه. حنا غنخليهم كيضربوا في الحباسات ونخليهم في الحبس ديسيبلين ونرجعوا للوكيل العام. حنا فين خليناهم بجوج؟ الوكيل العام، الضابط الجدرميه اتصل بوكيل العام خليناها فيها ياك، والضابط ديال البوليس اللي مكلف بالاختفاء اتصل بالوكيل العام. دابا حنا غنرجعوا للوكيل العام بنفسه، هو بنفسه. ملي اتصل به الضابط ديال البوليس قال له ودي راه اللي وقع واللي وقع وما وصلنا حتى شي حاجه. الضابط ديال البوليس شنو قال له ودي حسب المعلومات، قال له نهار الجمعه نهار واحد في شهر جوج اختفى السيد من اخر بلاصه كان فيها في الباب السبيطار لانه كيخدم سيكوريتي. قال له احبس علينا الله يجازيك بخير. هاد اللحظه كان يلاه عيطوا ديك الضابط الجدرميه، قال له انا غادي نتصل بك. قال له البوليسي، واتصل بهذوك الجدرميه او الضابط المكلف. قال له اسمعني، قال له قلت لي باللي كاين شي براني ما براني؟ قال له نعم. قال له شوف راه كاين واحد الاختفاء في المدينه، واحد السيد اختفى في نفس التاريخ اللي حسب اللي قلتوا لي نتوما وقعت عندكم الجريمه. دابا غادي نسقوا مع البوليس، انا غادي نتصل بهم، نتوما نسقوا بالجريمه بالاختفاء ديالهم وهما ينسقوا بالاختفاء بالجريمه ديالكم. شوفوا واش كاين شي تطابق، ربما هذا السيد يكون عنده علاقه بهذه الجريمه او الجريمه تكون عندها علاقه بالاختفاء، هو ينسق بيناتهم. اتصل بالبوليسي قال له عاود، قال له شوف راه كاين واحد الجريمه وقعت في الباديه الفلانيه في نفس التاريخ، هذا الاختفاء ديال السيد نسقوا مع بعضكم وكذا وكذا. وتلاقاو فعلا، تلاقاو البوليس مع جدرميه. دابا ملي تلاقاو البوليس مع جدرميه، البوليس جابوا العائله ديال المختفي ضروري.
اول ما غادي يسقسيوهم قالوا لهم الولد كيفاش عامل، شحال في عمره، شعره، قال لك شعره كحل. وراو لهم ديك القاع سبردينه. اختو محمد هي اللي غتعرف، قالت اودي هذا سبردينه خاي. نعم سبردينه خاي، وكان عندها ديك القاع د البونج، عرفتي ديك القاع د سبردينه اديداس اللي كنبقاو نتبوطروا بهم، اللي كتمشى بها كتحس براسك شي حاجه قد تعلى. ديك القاع كيكون هي من الساق، عرفتيهم واخيلا هادو كيعملوا شي 30 فرانك ولا ديك الوقت كانوا كيعملوا شي 75 درهم ولا شحال. قالت اودي هو عنده سبردينه بحال هادي، شحال كيلبس في رجلو؟ قال لك 42. اتصلوا بالنيابه العامه وقالوا لهم ودي راه كاينه واحد العلاقه، ربما يكون هو، راه غادي نعملوا واحد التحليلات ديك الشعره، يمكن او ما يمكنش، تعرف ولا ما تعرفش. قال لك شوف الطبيب المختص. الطبيب المختص ثبت على ان هذاك محمد فعلا عنده علاقه بالقضيه جريمه قتل، وفعلا هو كان كيكون مع الضحيه. سبردينه هذيك ديالو والزغبات، حسب لان الزغب خصك تعرف واحد القضيه عندهم علاقه بالدم وكذا، عرفوا مقارنه مع اختو با وعرفوا انه هو. اذا محمد اش من علاقه واش جابوا واش ربطوا مع الضحيه. هو في المدينه وهي في الباديه، و30 كيلومتر بزاف. اذا هنا ثبت على ان محمد كان عنده علاقه بالضحيه، وثبت على ان محمد هو اللي قتل. باش نتفقوا، لان محمد لو كان ما قتلش مثلا يرجع بحاله، يرجع للدار. علاش غيغبر؟ علاش هرب؟ لو كان ما عمل والو يرجع. ولو ان مثلا شي واحد من قولي نفرض شي واحد من الباديه قتله، حيت هو غيكون عارف شاف وهرب. اذا هو الهروب ديالو باين اتجاه الغابه، حيت هذيك القاعده سبردينه جبرناها لداخل في وسط الغابه، اذا كان يرجع لدارو. اذا ما رجعش للخدمه، وتبين على انه هو. باش غادي يثبتوها وبلا طبيب سيدي، حيت هذا الضابط هذا الجدرميه وتلاقى مع هذاك عاود البوليس مصيبه كحل هادو اي جريمه يحلوها. قال لك حبس اسيدي، نحيدوا الزغبه ونحيدوا القطن ونحيدوا الهيدوره ونحيدوا كلشي. قال له شنيا؟ قال له هذاك السيد اللي عنده ديك الطبله، قال لك اودي راه دا من عنده شي بيسكوي ما قال لك جيب لك اسيدي ديك السيد وجيب لنا ديك الليسته. ارنا ديك الليسته الشريفه، وثبت على ان ديك البيسكوي هو اللي كيبيعو. ارنا الزريعه، ارنا البيبا، ارنا التشكلي، ارنا كذا، ارنا الشوكولات، ارنا كذا، كاملين هما عندهم قيدين هنا. معناه ان محمد الوقيته اللي كان هابط من ديك الباديه راه دا السخره من عند هاد مول الطبله نفسهم هما بالاسماء بالماركه. اذا نحيدوا كل شيء ونخليو غير هذا البسكوي، وكيثبت على انه محمد كان في مسرح الجريمه، محمد كان عنده علاقه بالضحيه. صافي سالينا. اذا محمد هو القاتل. قال البحث على محمد، وصلوا لشي خطاف كيخطف البلايص اللي غادي ياكد على ان محمد ماشي في وقت ارتكاب الجريمه، ولكن في شي وقت قبل كان كيهبط معاه وكان كيوقف واحد الطريق اللي قبل ما توصل للطريق اللي كاينه في الفيلاج اللي غتطلعك للباديه. اذا كاينه طريق اخرى كتجي فيها مخبع، قلت لكم كاينين طرق اخرين ولكن مخبعين ويهود باش ما يشوفوا حتى شي واحد. اذا هو اذا طلع من الباديه من البيستا اللي مورا الباديه وهبط من الغابه وطلعت هي عنده للغابه، ايوا ما يشوفوا حتى شي واحد. شكون غيشوفوا؟ اذا الناس ملي سقسيناهم قلنا لهم واش شفتوا شي حاجه؟ قال لك اسيدي احنا ما شفناش. اذا السيد كي كيجي مخبع. اذا تبت على ان محمد كان مع الضحيه، عنده علاقه بالجريمه، وما يمكنش علاش ما رجعش. وهنا محمد مبحوث عليه. طلقوا كل شيء، رد البال، طلقوا ولد الراضي، ولد المسلك، ولد عيشه،
هذوك الرعاة مساكن ما عندهم حتى علاقه، تلقوهم اي واحد كان مشتبه كان عنده علاقه بالقضيه تلقوه. البحث على محمد، روشيرشي فين ما تقبض في المغرب كامل من طنجة لقويرة، اي براج او شي اختبار الحاله او شي اوتيل او شي بلاصه مشى ليله غادي يقبضوه. دابا قدروا يعملوا حاجه واحده، هما من هذا البحث ومن هذا الغربه الكامل يشبروا واحد الطريق انهم كيفتشوا على محمد، ولكن محمد طار هرب لشي بلاصه. واش اللي قاتل غيجي للدار يقول لك انا قتلت، والعائله ديالو كيقول لك اسيدي اذا قتل المخزن كاين اللهم نشوفوه في الحبس ولا ما عارفينش المصير ديالو. واش عارفين انه كان عنده علاقه بهذه السيده؟ قال لك لا. عارفين قال لك لا. حتى واحد ما عنده الخبر به انه عنده علاقه بالسيده. ما خلوه فين فتشوا والو، بقاو كيستناو. قالوا شي نهار يقدر ما نعرف يبات في شي اوتيل او شي باراج او شي حاجه ماشي هي هذيك ويقبضوه. بسم الله الحمد لله. وهنا كانت الامور باينه. يعني هذه الجريمه هذه كانت ممكن يكون فيها شي 3 الحلقات او 4، حيت هادشي كبير بزاف. وهاد الجرائم هادو الغالبيه ديالهم يا اما ما كيتحلوش يا اما كيوقع فيهم شي خطا. شي خطا كيكون قاتل. البنت كاين اللي كيديرونجيها، كاين اللي كيتبعها، كاين اللي كيتكرفص عليها، كاين اللي كيقول لك كاين كذا. اذا ممكن يكون هو اللي قتل الضحيه. وهذه جاب الله جبروا العلاقه مع محمد، ومحمد يمكن شوف قالوا معاه مشكل وقتله. واللي كيثبت على ان هذا محمد هو اللي قتل يعني هي الحاله النفسيه ديالو. السيد عنده انفصام في الشخصيه وما كيحملش البنات. اذا باين كيف ما ضرب الاولى وكيف ما كان كيضرب اختو راه قتل هذه. المهم كاز عام والزياده، وكانوا باقي ما توصلوا حتى لشي خبر عليه. الباديه بدات كتنسى ديك الجريمه، والعائله باقا كتفتش وباقا طامعه وباقا كذا يشبروا هذا المجرم. والعائله ديال محمد عاد كتقول لك اسيدي بالصبي يشبروه ويجيبوه. المهم غنعرفوا المصير ديالو. اسمع شنو غيوقع. ملي جاز عام كان في نفس الشهر تقريبا، يعني شهر جوج، كان جات واحد السيطه الشتاء تما بديك الباديه، والشتا توقع عليه هجره. الشتا خيط من السماء. الاراضي ساخو، الويدان عمرو، الخنادق عمرو وكبروا، والتراب كيهبط. شي جرف كان الماء هود منه لما كيهود التراب، ولات الدنيا مكرفصه، وبقات الباديه شي تلال وشي هضاب فيها غير الحجر. ديك التراب كامل هبطوا الماء. كانت جات واحد الهجره الشتاء كانت معروفه. من بعد ملي جا يوم الربيع، لان الربيع والصيف معروف هذا في هذه الباديه عاو كيكون حار، لانه معاه قرابين من السماء، لانه في الجبل يكون الحراره. هذه الفتره او هذه اللحظه اللي كنهضر لكم عليها كان فصل الربيع. هذوك الدراري اللي قلت لكم انا في الحبس دابا غنرجعوا عندهم، واحد السميه ديالو العائلي كيقولوا له الوردي، واحد كيقولوا له الزنبور. عنده السميه ديالو كيقولوا له الزنبور. خرجوا وتلاقاو ومشاو ضربوا شي سرقات مع بعضهم. من بعد هذاك الوردي هو اللي من الباديه، اما الزنبور من المدينه. الوردي قال للزنبور عرفتي شنو اللي كاين؟ قال له يلاه نشوفوا داك الشيء اللي قلنا. قال له كيفاش؟ قال له نمشيو نسرقوا البلاصه الفلانيه الكسيبه عندهم هي دارعه تما. قال له نمشيو. قصدوا هاد الباديه قصدوها من اللور، بمعنى جوله من مورا ديك الجبل اللي قلنا حنا وصلنا له ما جبرناش بقى فيه الغابه. جاو من اللور وغادي يدخلوا من الفوق للغابه. جاو ديك الجبل وجلسوا، جابوا الكارو ديالهم، جابوا المسائل ديالهم، الماكله ديالهم، بقاو كيستناو الليل. هبطوا في ديك الغابه بالليل، الظلام.
والغابه والشجر، خنادق الويدان، خنادق الويدان، ود يدك مضراه سكان. هما ماشيين قرش 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 في وسط الغابه. ساعه كيقول شي خفاش واخا هما الشفار هو اكبر خوف في الدنيا، هو الشفار. كيسمع غير ديك الخفاش جالس ديك طير الليل، عرفتي اللي كينعس رجلو الفوق كيمعكس كيقول له هذا غير الطوير، هو جوج بيهم خوفاني، هو كيقول له هذا غير الطوير، زيد. كيقول الوردي اسمع هادو اقوالو ميمكنش ان حنا ننقزو السبيطار. يقول الوردي هادو الاقوال ديالو، لا هاد الخفاش ولا خط ولا طلعوا من الجبل ولا هو في وسط الغابه ولا الليل ولا الظلام. يقول الوردي انهم كانوا جايزين ماشيين في وسط الغابه، الليل الظلام، مد يدك مضرة كما قلت، هوادين باش يسرقوا حتى قربوا يوصلوا فين كاينه الكسيبه، وهو يسمع خش طاح، سمع بحال شي ضربه جات في صاحبو قش وصاحبو طاح. انا سمعت شي حركه، شي صوت، شي تبنبن، عرفت واقيلا مولي الكسيبه وجريت مع الجريه ضربني الزدو واحد العود، طحت. مع الطيحه ماشي سخفت ولكن الحريق اللي فيا وتقريبا سخف، وما بين السخفه والفيا كنسمع كنسمع جري هرب راه جات فيهم موالين الباديه ضربوهم. هو مضروب في واحد البلاصه فيها غابه، عمل في صاحبو هذا جبر ميت، عمل يدو فيه جبر عنده القشوش دراس من هنا، جات فيه الحجره هرست له القش دراس، راسو مهرس، وبالخلعه بدا كيتسلق في ديك الغابه، طالع كيطلب النجده وما كاين حتى شي واحد، وراسو مفروع من هنايا، عينو علينا يتوالاو، تنفخ بقى كيشوف. تن الصباح شي ناس عاوها غادي يمشي باديه اخرى معفنيه عندهم البغوله، جبروا عليه يوصل للطريق، هو سمع ديك قرتك البغوله، وقال هادو الناس دو كيقولوا عتقوني وشافوه الناس وهبطوا كيجريو، ياك لاباس قالوا انت ضربونا، ما فين كنتي هزوهم فوق البغال، ما داوش للسبيطار. فين السبيطار؟ وتما هاد الجبال غير الخلا غير البيستا غير التراب، هاودو كيجريو داوها الجدرميه. شكون اللي دا الجدرميه؟ المقدم معاهم، المقدم فاين خصو القياده وبولانسي عندها واحد الرويده مبينشره، والرويده محيده صيفطوها البوزنيقه تصاوب والديوان والمازوط وديك المشاكل. قالوا عيطوا على جدرميه، هما اللي غادي يشوفوا شي وحدين باش يطلعوها للسبيطار. وفي السبيطار عاد غيقول لهم اودي صاحبي راه ميت في الغابه، واعترف لهم قال لهم اودي جينا نسرقوا، ما يعملوا له المينوط حيت السرقه. طلعوا كيجريو فين كاين ما فين كاين، قالوا البلاصه الفلانيه، طلعوا جدرميه والمقدم والشباب وكذا كيفتشوا على خوه الميت. فعلا جبروه في الغابه، قدامه واحد الصمه، اسمع ركز معايا، صمه كبيره طيحه قدام راسو، وهذه راسو كامله مفروعه في السيد الميت. شكون اللي ضربو؟ سمع شنو كيقول شي واحد ضربنا بالحجره، الا موالي البلاد مزيان. ابدا البحث، شكون اللي غيضرب هذا السيد؟ شكون اللي يجي لهاد الغابه؟ غير موالي الفيل، موالي القريه. هاد القريه الله طاحت فيهم جريمه، يلا تقتلت مريم، هادي راه عامو شي حاجه. ايوا هادو مادام كيقتلوا اذا يكونوا هما اللي قتلوا مريم. يلا سيدنا البحث، غيبحثوا جدرميه تما على شي معلومه، الزطامي ما الزطامي، اذا اللي قتلوا، اذا جبرنا له مثلا، اذا جبرنا الزطمه او الاثر د الزطمه هنا، غادي نقولوا شكون اللي كان هنا. ديك الناس د الباديه غادي نقارنوا لهم الزطامي ديالهم، ملي جبروا الزطمه تاع حد نقولوا انت اللي قتلتي، بقى ينكر ديك الساعه بيت الكلب. بقاو كيبحثوا، بحث واحد جدرمي تفاجأ. اسمع طفي الضوء، واحد جدرمي تفاجأ، قال لهم الخوت الاخوان، اجي خلي داكشي اش كاين؟ قال لهم اجي وهي راج لطيف. قال لهم شوف اليوسف شنو غيجبروا جمجمه بشريه. كيفاش عامله؟ تصنت كاينه واحد الشجره، هذيك الشجره يابسه
شجره يابسه، ماشي حيه، ما فيها لا ورق لا والو، يابسه راشيه مطيحه، وهاد البلاصه محودره واحد شويه فيها الحدوره، والبلاصه اللي كانت مغروسه فيها ديك الشجره بالمفروض هي هذه فيها جبرو جمجمه بشريه، عظام بشريه تصلوا. حفظ الله، حنا كنا كنبحثوا في جريمه غادي نصبحوا عاو في عظام بشريه تصلوا. هادو جدرميه البلاد، باقي ما كاين لا بي جي ولا بريغاد جوديسيير ولا والو، اتصلوا بالنيابه العامه. قال لك اودي عظام بشريه ما عظام بشريه، قالوا لهم يقدر يكون تما كانت شي مقبره قديما ما قديمه. قال لك اودي راه ما كاين لا قديمه لا حتى شي حاجه، راه جريمه ما جريمه واقعه هنا كذا كذا، اللي وقع صيفطوا لهم الخبراء صافي باش نختصروا. ديك الشيء اللي بغيت نقول لكم. هاد الجثه، هاد الجمجمه موقفه ها هي. بداو كيزيدوا يحيدوا التراب من هنا ويحيد من هنا ويحيد من هنا، وديك الشيء بشويه باش ما يحيدوش الاثار، باش ما يرزوناش الاثار، باش يخليونا داك الشيء اللي نقدروا نبحثوا فيه. المصيبه كحلاه هما ملي بقاو كيحفروا لحقوا الملابس الحوايج. شنو غيكتشفوا على ان بنادم مدفون واقف. علموا النيابه العامه، قال لك اودي راه كاينه علامه كتقول على ان هذه جثه مكموله، عظام بشري مكمول ومدفون واقف. حفروا عليه، قال لك بالخبراء بالمسائل ديالهم كامله بالدقه بالشريط الامني وجدرميه و كانوا في جريمه. شوف فين صدقوا. ملي حفروا، عرفتي شحال هما كيحفروا؟ غادي يثبت على ان كاين انسان بشر مدفون واقف، باقي غير الملابس كامل عظام تنكل، وجبدوا الهيكل العظمي بالملابس ديالو ووقفوه. شني لابس؟ لابس سبردينه في رجلو، سروال طراوزيز جين، لابس واحد الكاسادوره جاكيت كاسادوره مفتوحه، كاين خرسي تريكو، وكاين السروال كما قلت لكم انا عنده واحد الحزام اللي كنزيرو به السروال. هذا اللباس شتوي، اللباس اللي عليه شتوي بين البروده. حبس تشوف ديك الحوايج، كان عنده شي بطاقه شي هويه شي حاجه شي فلوس، ما جبروا عنده والو. ملي بداو كيبحثوا من الصباط الا حتى من الراس، اش غيكتشفوا على ان في رجلو سبردينه، واحده سبردينه مكموله وواحده بلا قاع، فيها شي القاع. ملي تذكروا الجريمه غادي يجبروا ان القاع ديك السبردينه هي القاع ديالو. اذا هذا هو مول القاع، اذا انت هو تقتل. واش هذا محمد ولا ماشي محمد؟ حبس علينا. هذا الشيء هذا غيتهز ويمشي للخبره مستودع الاموات او عند الخبراء، ونبقاو معاهم هذوك الحوايج تحيدوا. حيد له كاسادوره، حيد الخرسي، حيت هو غير العطم. ولكن تكتشف في الحزام السروال، ما بين السروال والحزام كاين شعرات قهويين وبزاف، ما طوال ما قصار. هادوك الشعرات حيدوهم ومشاو للخبره، حيدوا ديك الحوايج، حيدوا كل شيء، تثبت على ان لا يستبعد هذا هو محمد. باش غيعرفوا محمد؟ فاش غادي يتصلوا بالوالدين ديالو وغادي يجيو ويرجعوا المعلومات، غادي يجبروا ان محمد مضروب في يده. محمد عنده واحد التهريسه في يده، هذيك اللي غتثبت انه محمد، زائد ديك السبردينه، زائد الملابس ديالو اللي عقلوا عليها الوالدين ديالو. اذا محمد كنا كنفتشوا عليه على اساس انه هو اللي قاتل. اصداق محمد ماشي هو اللي قاتل، حتى هو مقتول، والجمجمه ديالو فيها ضربه مهرسه.
الخبراء كيقولوا باللي السيد تقتل بالضربه، ضربه باينه من الراس، شي حاجه ما نعرف بحجره ولا بشي زباره ولا بشي حاجه، المهم قشوش الراس عندهم الراس، شي معلومه او شي حاجه ما كايناش. اذا اش غنعملوا دابا؟ واش غادي نرجعوا حنا للقضيه الزنبور ميت؟ ما يمكنش، غنخليوها هي الاخريه. غادي نرجعوا حنايا فين اكتشفنا العظام البشريه؟ شنو يعرفوا هما عرفوا على ان هاد العظام البشريه راه كانت مدفونه ومغروس عليها ديك الشجره، وملي جا ديك الهجره ديك الشتاء وكما قلت لكم الماء خسف ديك التراب، طيح الشجره، زاد خسف التراب، بانت الجمجمه. هذا هو حسابها وباين. ولكن ديك الساعه كان فات عام وشي حاجه، كيفاش غيشوفوا الاثار؟ ما يشوفوا الاثار، حنا غادي نخليو الزنبور وغنتبعوا هادشي. اذا السيد حتى هو مقتول. هنا اكتشفوا على ان القاتل راه باين، راه من الباديه. حنا شكينا في الاول في الباديه، من بعد مشينا لان بان البراني كان كيعمر تما، بقى ريشيرشي، ولكن ملي بان انه مات اذا القاتل من الباديه. هذوك الشعارات تبين حسب الطبيب، قال لك اودي هادو شعارات د الحيوان. شافوا واحد الطبيب بيطري، اكد لهم ان هذا الشعر، هذا الشعر د البغل. اذا كاين واحد البغل في ديك الباديه قهوي. وصلوا لواحد المعلومه، قالوا منين جا هذا الزغاب هنا مع الحزام؟ قال لك اودي غادي يكون تهز على البغل، وباين انه غادي يتهز محطوط على كرشو باش يتطوى من فوق البغل ويوقع التوازن. اذا عملنا حنايا على الظهر، ديك الساعه خصك تهرس له ظهرو باش تهبط هاد الجهه وتهبط هاد الجهه ويوقع التوازن. المسافه ما بين فين كانوا جالسين هو والضحيه مريم وفين جبرنا مريم والبلاصه فين مدفون هو كاينه مسافه، اذا انتهز على البغال. هذه هي المعلومه. هنا ما قالوش للناس بان البغال ما البغال، لا، شافوا المقدم، شافوا شي واحد اللي تاقوا فيهم وقال لك شوفوا لنا شكون اللي عنده البغال قهوي، وبحثوا. وهنا غادي يجبروا واحد البغال اللي كاين قهوي، ولكن خص ضروري الطبيب بيطري يقول لنا واش ديالو او ماشي ديالو ديك الزغال. هاد البغال القهوي قال لك اودي دراضي كيكون عند ولدو جواد. شتي جواد في الاول قالوا لك اودي راه السيد عنده علاقه بالسيده دابا ساعه كيديرونجيها وكيقول لها وكذا وكذا وكذا. صباح بقات كدور حتى رجعت ليلو، طلعوا موراه مباشره. قالوا له اسمع، الزغبه ديالك ما كانتش في البلاصه اللي كانت الضحيه كتلاقى فيها شي حد، اذا ماشي انت اللي كتلاقاها، ولكن انت قتلتي وقتلتي حتى الاخر، قتلتيهم بجوج. هذا لا سكوت عاد غتزيد تهضر، عاد غتزيد قاعد الدواء. حسب المعلومات اللي تعطات ان البغال ديالو ما بغاش يعترف، وشحال من واحد ما اعترفش هو قتل. ونزيد نعاود لكم المره العاشره ولا ال11 ولا 12 هذه، حنا في واحد الوقت كنا كنتحكموا ما عرف شحال بينا، وكلشي كيقول انا ما قاتلش، وكاملين تحكموا بالمؤبد وكاملين تحكموا بالاعدامات. عمروا له محضر قانوني ديالو المسائل ديالو، قال لك اودي المتهم الوحيد اللي كاين هو هذا. شنو اللي تهمو؟ تهماتو ديك الشيء اللي كان كيمارس على الضحيه، كيضايقها، كيقول لا كذا كذا، زائد البغال ديالو. طلعوه جوزوه النيابه العامه،
النيابه العامه جوزة قاضي التحقيق لان القضيه غير جاهزه. قاضي التحقيق حقق معاه مزيان وقال له باللي شوف اولدي راه التهمه ثابته عليك من البدايه، غير انت خليتيها حتى تثبت عليك مزيان. دابا اعترف، والحل الوحيد من عندك هو اللي كنقول لك انا، يعني اعترف باش نخفوا عليك. دابا شنو كيقول هاد جواد؟ كيقول او قال قاضي التحقيق قال له شوف انا عند جدرميه انا والله ما قاتل، انا والله كنت قاتل تنقولها لك، انا ما قاتلش. انا عند جدرميه قلت لهم انا هذاك البغل ديالي انا طلبت الخبره، اذا تبت البغل ديالي ديوني. قال له شوف سعاده قاضي التحقيق، انا في يدك، انا معتقل، انا كنطلب منك الخبره، اذا صدق البغل ديالي حكمني باقصى العقوبات، المهم انا في يدك، عمل اللي بغيتي غير الخبره ما تعداش عليا. قاضي التحقيق بعض المرات صعيب باش يتصيفط الخبره، كاين شحال من متهم كيبقى يطلب الخبره، هذيك اللعبه لا حق التحاليل من التحاليل، ولكن قاضي التحقيق يثبت الجريمه بلا تحاليل. ولكن هنا قاضي التحقيق عوض بالخبره ديالو، بان له السيد مركز على هاد التحاليل وعلى كذا، قال اذا ما كانش هو انا غادي نعمل التحاليل ونشوفوا، اذا كان هو ياكل الدق ما كانش هو يدي البراءه ديالو. هاد قاضي التحقيق اتصل بواحد الطبيب بيطري وقال له ودي راه كاينه واحد الجريمه وعندنا شي الزغب، واحد البغل اللي تهزت عليه من المفروض الجثه، وعندنا واحد السيد مقبوط وعنده البغل نفس اللون، واش ممكن نفس اللون الزغب زعما، واش ممكن نعرفوا ديك الزغب واش ديالو ولا ماشي ديالو؟ قال له طبعا غنعرفوها، عرفوها. قال له غادي تعمل لنا الخبره عافاك. هذاك الطبيب ملي عمل الخبره شنو قال لهم؟ قال لهم اولا هذا البغل هذا اللي نتوما كتقولوا هز الضحيه او هذا الزغب هذا اللي جبرتوا نتوما عند الضحيه لا يستبعد على انه اولا بغل كان مريض، يعني الطريقه كيفاش تقلع هو شوف القرايه ديالو. ثاني حاجه قال لك اودي راه ماشي ديالو، بمعنى جواد بريء، هذا الزغب راه ماشي من هذا البغل. وقاضي التحقيق هنا تلقوا الصراح لازم يحضر من برا، يحضر في حاله صراح. قال له اذا استدعيناك وما جيتيش غنعتقلك. قال له لا نجي. قاضي التحقيق شنو يعمل؟ اتصل بديك الضابط اللي كان مكلف بالجريمه من الجدرميه وقال له شوف عرفتي شنو غتعمل؟ قال له شنو هو؟ قال له انت فاش بحثتي دابا على هذا البغل على بهذا اللون هذا بحثتي دابا؟ قال له ايه. قال له كيفاش عملتي؟ قال له ودي قلت له شكون اللي عنده البغل في اللون الفلاني، وقال له دابا الجريمه وقعت هذه عام وشي حاجه، يمكن شي واحد كان عنده هذا البغل ويمكن باعو ويمكن مات، خصك تسقسي على ديك الوقت هذاك شكون اللي كان عنده البغل. ورجع لهذا السؤال هذا. دابا هاد جواد كيحضر في حاله صراح، يعني واحد من الناس اللي غيسمع الاسئله على هذا البغل، وهو اللي غيهضر مع ديك الضابط وقال له مودي راه البغل اللي كان عنده البغل راه هو هذاك عبد اللطيف. وشوف نقول لك واحد الكلمه، هو حتى ديك الضابط مرايق لاحظ واحد القضيه غريبه. هذاك عبد اللطيف اللي مريض من ظهره اللي قلنا كيمشي يرعى بالبغل وكيهبط من الباديه بالبغل كيقدرش يتمشى، هو لاحظو في واحد اللحظه كان كيمشي على رجلو كيمشي معوض. دابا زاد هاد جواد قال له ودي راه كان عنده البغل وباعوني فلان هو يقول لك واش شرا منه ولا ما شراش منه. وفعلا جابوا هاد فلان شي سبايبي عنده شي كسيبه في شي بلاصه كيجمعها كيبيع ويشري فيها في واحد الباديه اخرى ماشي قريب عليهم، ولكن كيجي كيشري منهم الكسيبه هاد السبايبي. وجابوا ديك السبايبي وقالوا له واش شريتي من عند عبد اللطيف فلاني لا البغال؟ قال له قال له فوقاش؟ قال له شحال هادي؟ قال له فين هاد البغال؟ قال له عندي. وفعلا قال شراه مريض، هضرت طبيب بيطري ودابا راه مزيان وكذا وكذا. ملي داو البغال وعملوا له التحاليل غيجبروا ديك الزغب ديالو. اذا فوقاش شريتيه انت السبايبي؟ تبين على انه من مورا الجريمه. اذا ترتكبت الجريمه
به، تازت الجثه به، ومن بعد تباع. شكون اللي باعو؟ عبد اللطيف. رانا هذا عبد اللطيف. عبد اللطيف كيقول هو ما كيقدرش يتمشى وكيمشي وكيجي ودرويش ما درويش. جابوه دخلوه لداخل، قال له هذاك الضابط شوف شنو نقول لك. قال له اول حاجه قلتينا انت ما كتقدرش تتمشى، دابا انت فاش جابوك، دابا فاش جابوك منين جابوك؟ قال له جابوني من الباديه. الجيبه ما كتوصلناش حنا للباديه. قال له لا. قال له فاش عاودتي معاهم؟ قال له على رجلي. قال له باقي لك شي بغال؟ قال له لا. باقي كدرعه؟ قال له اه. قال له باش كتمشي درعه؟ قال لا، هو باش كتمشي قلت انت ما كتقدرش تمشى. قال له لا دابا شويه. دابا شويه، في ديك الساعه كنت مريض. قال له ايه. قال له اسمع الشريف، هذيك البنت انت اللي قتلتيها، والولد اللي كان معاها انت اللي قتلتيه، والولد تهز فوق البغال ديالك مورا ارتكاب الجريمه، مشيتي بعتيه باش تموه هنا. قال له والله ما انا كنت مريض. قال له بيت الكلب في الدوريده، بيت الكلب والله ما تفلت بالله، لا حقوق ولا عقوق ولا الطواجن ديال البرقوق، غادي تقول اش وقع دابا او تدخل. قال والله ما انا بيت الكلب، رجلي الفوق الراس لتحت. والعاده وعباد الله، والعاده وجبال جاو، وشكون يفوك؟ ما بقى مريض، ما كيقدرش يخلف، ما بقى ديك الفهمات ديالو، ما بقاو عقوق، ما بقاو طواجن ديال البرقوق. اش وقع؟ قال له انا. انت؟ قال له مزيان. هذا عاود كلشي؟ قال له نعاود كلشي. الثقه بعض المرات كتكون جريمه، بمجرد كتثيق تدخل في الجريمه، اصلا هذيك جريمه. اسمع شنو كيقول هذا الولد. هذا الولد اسيدي كان كيجي من الدار ديالهم، اسمع، كان كيجي بعض المرات كان كيتعاون معاهم في الرعايه. هو ما به لا رعايه لا والو، هو به مريم كتبقى صغيره 14 15 عام، وملي شاف مريم ما بغاتش تجاوب معاه وبغا كذا وبقى صغيره وخاف على راسو وبعد بقى كيراقبها من البعد. ولكن في الدار ديالها راه دا الاخبار ديالهم ودا المسائل ديالهم كامله. هذيك الرعايه اللي كان كيرعى هو كان منه كيرعى منه كيحظيها. علاش هو دابز مع ديك جواد؟ هو ما دابزش معاه حيت زعما دابا عبد اللطيف مزيان وبنت الحومه وقال له حشومه عليك وكذا وكذا. لا، بالغيره، دابز معاه بالغيره، وصداق ديك جواد ضربو وما بغاش يديكلاري به باش ما ينتقموش منه، حيت هو كيبين راسو بطل قبلت مريم. زعما انا دابزت على السبه ديالك. كيقول اودي مريم ملي كانت كتطلع باها من السبيطار تما تعرفت هي على هاد محمد، يعني كانت كتطلعو من السبيطار وفي السبيطار كتجبر السيكوريتي في الباب وهو كيخدم سيكوريتي وتعرف عليها وبقى كيجي عندها. ايوا دابا كيفاش حنا قلنا وديمو هذاك اللي كيخطف بانه كيوقفوا في الطريق الفلانيه. دابا محمد ميت ومريم ميته، ما عندناش كيفاش نعرفوا شنو هي النوع ديال العلاقه اللي كانت بيناتهم وشنو الوعد اللي كان بيناتهم وشنو كذا. ولكن هذا كان حاضيهم، عبد اللطيف كان حاضي. ملي تاكد وحقد، اول حاجه اش غيعمل؟ تلاقى الخبر في القريه انه طاح من البغال وبدا كيمشي وكيجي للرعايه فوق البغال بانه ما كيقدرش يخلف. في الوقيته اللي كيعرف ان الغابه اللي جبرنا فيها الجريمه ما فيها حتى واحد، كان كيطلع وطلع عند ديك البلاصه اللي جبرنا فيه مدفون واقف وبقى كيحفر المده هو كيحفر، حفر حفره غارقه. كان متعمد على انه ماشي يدفن
فيها جوج د الناس واقفين حسب الاقوال ديالو، وملي تحفرات الحفره مع كان طاح ديك الشتاء قال غتعبر بالماء. اذا خصني هاد الايامات قبل ما يزيد الشتاء نشوف شنو نعمل. هو ديك النهار د الجمعه كان حاضيها، هو كان حاضيها لانه كان كيعرفها في الوقيته اللي كانت كتخرج بكري من الدار كيكون لا خرجه. كيفاش كتعرفوا؟ جا واش كان عندهم تليفون كان في 2002 كان قليل، الريزو ما كانش في هذه الباديه. هذا هو الحاجه اللي بقات غامضه، كيفاش كيعرف على ان او هي كتعرف على ان السيد جا. ولكن هو ملي كان كيشوفها خرجت بكري كتعرفوا او كيعرفها خرجت تتلاقاه، كان كيطلعوا كيبقى عساس عليهم وعرفوهم في كيمشيو في كيجلسوا. اذا ديك النهار د الجمعه ملي شافها خرجت مع كانت الضبابه شبر البغال ديالو وطلع في ديك الغابه د اليمين وجازو من الفوق وخلى البغال مربوط في الطريق وهود. فاش هود من عندهم كيفاش وقعت القضيه؟ كيفاش وقعت القضيه؟ هو انه ملي كان هواد هذا محمد المقتول سمع الغاشي وخاف وناض كيجري وطلع اتجاه الغابه باش يهرب، حيت هي ديك البلاصه اللي كيجي منها هي بقات قارمه باش ما يشوفها شي واحد. صدق عبد اللطيف تلاقاه ضربو مع التلاغي ضربو طف للراس، كان عنده الزباره ضربو بالمقلوب. عبد اللطيف خلاه تما كيموت وهود كيجري حيت عارف البنت كاينه تما. شنو يعمل لها؟ هذيك البلاصه كانت معذبه كما قلت لكم، واحد الدكانه بوسط الخندق. طلع من تما قال لها ما تخافش، تخاف تمشي حاجه، انا ما نقدرش ناديك وكذا وكذا وكذا. وبدا كيدوخها بشي هضره، انا بغيت الزواج ما الزواج على اساس هي حيت هي ما عرفاش ان الولد تضرب ومات. ولكن فاش عزلها في ديك البلاصه باش يتكرفص عليها بغات تغوت وهو يقتلها. اذا الطبيب الشرعي كان عنده الشك ولكن كيتاكد على انه فعلا قتلها عاد تكرفص عليها وقتلها بديك الطريقه ديك بالحقد والغدايد. واش عمل؟ خلاها تم بلا ما نهضروا على شي حوايج، هز لها ديك الحبل، هذاك الحبل كان عندها في الكتف ديالها. هي في الساعه اللي سمعوا الغاشي يمكن اخو هرب وهي قربت قدام هذيك البيدونات وجمعت ديك الحبل باش يطف تهرب، ولكن فاش جاو وداها هو خلات تما الزباره وخلات القراعه وديك الحبل بقى لهنايا. هو داه ديك الحبل باش يربط به الضحيه. مشى الضحيه وشنو يعمل؟ بدا كيجرو طالع به من جهه الطريق، وهنا طار له ديك القاعه الصباط كيجرو من لهنا من هذا الكتف ديالو جور 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 جور، ورجلو سبردينا مزيره على رجلو وكتنجر في الحجر وكذا حتى تخلعات وما ردلاش البال. هو فعلا طلعوا من تما ديك الطريق وعملوا على البغل وهبطوا لان الحفره كانت بعيده، وداه ديك الحفره وفتشلو في جيابو، دالو ديك الشيء اللي في جيابو كامل، كيقول له علم الله فين سيبو كاع مغاشي خويا، وغطسو تما في ديك الحفره ورد عليه التراب وجاب ديك الشجره بحال اللي زعما راه مغروسه ومشى بحالو. ومشى كيمثل وكيبكي مع الناس انه ما عمل حتى شي حاجه حيت هو ما توالى بوالو. وهنا باش تبرأ هو لانه هو خطط من الجريمه قبل، ان الراجل ما كيقدرش يتمشى ومريض من النص ديالو وكذا وكيهود للباديه ويبيع غير على البغال، مسكين كيمشي وكيجي، وانه ضحيه واحد السيد اللي كيضايق الضحيه. اذا هو الضحيه جواد كان كيضايق مريم. هنا باش قدر يسلت، لكن البحث وتعميق البحث والدقه والعلم والتقنيات والروح عزيزه عند الله جابته حتى الوقيته اللي تبتات عليه قضيه فيها بيت الكلب.
ما فيهاش. بمعنى هنا تفكينا اللغز هذا وهذا، بحال تحكم بالاعدام بحال ما تحكمش بالاعدام، لانه مات مورا الحكم بسيمانه. الحكم اللي غادي يحكموا به هو الاعدام، مات. شوف الضمير ديالو او كذا كاين مات. دابا حنا فين غنرجعوا لهذا الشيء كامل؟ غادي نرجعوا للزنبور مقتول، حيت دابا فكينا اللغز الجريمه الاولى. اذا دابا الزنبور هي الصراحه اذا بغينا نهضروا عليه ونهضروا على الوردي والبحث في الجريمه القتل ديالو، لان هذه جريمه قتل، غادي ندخلوا في حوايج اخرين. ولكن حنايا دابا غادي نستناو تا من بعد عاد نعملوا قصه ونشوفوا واش ننساوها، لان القصص بزاف، عاد نرجعوا ونشوفوا الزنبور والوردي. تبت على ان في البحث على هذا القتيله هذه ما كانش اثار، ما كان حتى شي حاجه، كان والو. ملي بحثوا مع موالي القريه قال لك اسيدي حنا ما تسرقوا لنا بقار، ما البقر ديالنا باقيين هما هذوك، ما طلعنا للغابه، ما طلعنا حتى شي حاجه. كان بحث معمق على هاد الناس، وثبت على ان حتى شي واحد ما طلع للغابه. ملي بحثوا معاه هو جبروا ديك الوردي حرايمي، في تعميق البحث غادي يجبروا، قالوا له واش شريف، لان الطبيب الشرعي شنو قال لهم هاد الحجره هذه، هاد الصمه بعدا ضربت الضحيه ماشي من البعيد، حيت اذا الصمه ضربتيها من البعيد كتشبر واحد السرعه، اذا جاتك هنا تفرتت لك راسك. قال لهم ضربت باليد مشروكه، اذا طاف وخرج بر الصمه وضربوا من قريب. اذا شكون اللي كان قريب عليه؟ كان قريب عليه هو. قالوا له اسمع الوردي، يا ضربتي راسك يا ضربتي راسك، جوج حاجات، تعمدتي انك تضرب راسك بشي حجره باش تبين راسك ضحيه، او دخلتي في الشجره يمكن. ولكن واخا الضربه القضيه راه بيت الكلب، وانت عارف القميله باش طيبوا راك عندك السوابق. اشني غيتبت ان الوردي عنده باه مزوج بجوج د النساء، يما في الباديه وعنده مراه هو في المدينه، وعنده واحد اختو. الجريمه اللي جا عليها الزنبور وتحكم عليها بعامين ماشي هي الجريمه اللي ارتكب اللي كخصو يجي عليها ب20 عام ولا 15 عام، حيت هو سمع الهضره وجاه الخبر على ان باه والمراه باه واختو من باه شي واحد هجم عليهم وحاول كاع يتكرفس على ديك اختو، ومن بعد وصل له الخبر في الحبس. هذا الاخبار داغيه كتمشي على ان الزنبور هو اللي عمل ديك الشيء. اذا ملي قال له غادي نخرجوا نسرقوا، ماشي قال له غنخرجوا نسرقوا زعما بصح، لا، غينتقم منه، وصدق انتقم من باباه، قتل الزنبور حيت هجم على باه. هي في الحبس نقول لك واحد الكلمه ونزيدها لك في راسك، هو ان ما كتسمع حتى كلمه في الحبس، كتسمع غير هذا الشيء، انتقم، ضرب، تلاقاه، مشاو، هي الجريمه. دابا انا عارف بعض الاخوان كيتفرجوا فيا وكيقولوا بزاف على هذه الجرائم، جريمه وريده كل نهار جريمه، ودابا انا كنجي عندكم حتى 11 دليل نعاودكم جريمه، وتصور في الحبس ومدورها بالجرائم، جريمه الهضره على الجريمه هي الجرائم. في الحبس كنا كنقولوا واحد الكلمه، كنا كنقولوا الدنيا كامله جرائم، الجريمه ما كتوقفش حيت بزاف. وساعه كندوروا كنقولوا الحمد لله ملي كاين الحبس، جاب الله كاين الحبس، كان شي كاين الحبس مصيبه كحله. الوردي بحال حكمتي عليه بحال ما حكمتيش عليه، حماق. الوردي ضاع، مشى، تحكم ب 30 سنه، والوردي عطيتيه 30 سنه، والوردي يعطيه غير 7 سنين. مشى الوردي، مشى، ضاع 30 سنه، جريمه قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد. القاضي شاف فيها ان السيد ضاع، مشى، صحته والو، زائد ديك الضربه كانت اثرت عليه وتحكم بديك الحكم. اذا خوتي خواتاتي متتبعي ومتتبعات قناه حكايه رضا، اولا الله يفرجكم بالرضا والله يغطيكم بالرضا والله يعطيكم الرضا، قولوا امين. والله يعطيكم ما كتمنوا ايام الله كامله عواشر، ونخليكم ونمشي باش ننزل لكم الحلقه. احييكم مدينه تطوان، تحيه جبليه اصليه اليكم اينما كنتم، وكيف العاده خوتي خواتاتي تطوان وطنجه والعالم كامل يرحب بكم، والسلام عليكم ورحمه الله.